من الحاجات اللي كنت عاملها، ودي حاجة لازم تتعمل، من أوائل الحاجات اللي لازم تتعمل لو قدرت أبقى موجود، إن أنا كنت كاتب جملة في اللائحة إن نشاط المسابقات في الاتحاد المصري للسكواش له مواعيد في الويك اند، يوم الجمعه والسبت او في الاجازات الرسميه من 9 الصبح ل 10 بالليل، لكن في وسط الاسبوع النشاط بيبتدي بعد الساعه 3. النشاط ده بقى بطولات، دوري، تدريب منتخب، اي حاجه. مفيش حاجه اسمها ان الناشئين يروح يلعب ماتش يوم الثلاث الساعه 10 الصبح، مفيش حاجه اسمها كده طبعا. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست كتف قانوني. النهارده حلقه مهمه مع ضيف مهم في توقيت مهم، مرشح من المرشحين انه يكون رئيس الاتحاد المصري للسكواش. هنتكلم معاه عن كل المشاكل والتحديات اللي بتواجه السكواش المصري وعن وجهة نظره في إدارة السكواش في المرحلة الجاية. معانا النهارده المهندس عمر البرولوسي. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله كويس. دي انت كده اول ضيف مستضيفه مرتين. يعني شرف ليا. يعني شرف لينا والله. طبعا انت عارف يعني معزتك عندنا. والحلقة الأولانية اللي عملناها كانت يعني عمل الصدى كويس جدا والناس كلها كانت مبسوطة منها. الحمد لله. بس احنا المرة اللي فاتت كنا مستضيفينك طبعا بصفتك يعني بطل من أبطال مصر وأبطال العالم، ويعني تاريخك الكبير في السكواش. فكنا بنتكلم بشكل عام عن الرياضة في مصر وعن رأيك. ما كناش نعرف بقى انه الأيام هتعدي وهتبقى في الانتخابات مترشح ان انت تبقى يعني من المرشحين ان انت تبقى رئيس الاتحاد السكواش. فاحنا المرة دي طبعا يعني الكلام كله هيبقى يعني نخش بقى على طول في الموضوع ونتكلم عن فكرة الانتخابات والمرحلة اللي جاية، وانت طموحاتك ايه وشايف ايه. يعني عايزين نرد على كل الأسئلة والتساؤلات اللي موجودة في مجتمع السكواش، لان انت يمكن ما اتكلمتش قبل كده عن يعني افكارك واللي انت عايز تعمله. فشايف ان الحلقة دي والتوقيت بتاعها هيبقى مناسب قوي ان احنا نرد على كل التساؤلات اللي موجودة. يعني شرفني طبعا، مبسوط جدا. انا اصلا لو ما كنتش انت قلت انا كنت هقول ان انا مبسوط ان انا ابقى معاكم للمره الثانيه. وزي ما قلت المره الاولانيه كنا بنتكلم عامه عن الرياضه حتى في مصر، مش بس السكواش، وعن عن تطور الرياضه في مصر وعن مشاكل الرياضه في مصر. طبعا يشرفني بقى المره دي ان انا اكون موجود، يعني بصفتي مرشح لرئاسه الاتحاد المصري للسكواش. طيب برضو عشان الناس برضو تبقى عارفة، يعني اكيد طبعا المتابعين القريبين عارفين ان الانتخابات خلاص يوم الحد اللي جاي، يعني فاحنا قدامنا وقت قليل. الفترة دي بتبقى اكتر فترة المرشحين بيحاولوا ان هم يتكلموا مع مجالس ادارات الانديه طبعا، يحاولوا ان هم يجيبوا اكتر اصوات. يعني بيبقى دايما الشغل بقى يعني الكامبيننج بتاع الانتخابات. بس انت طبعا يعني الى جانب ان انت شغال على ده، كنت عايز ان انت تتكلم كمان مع مجتمع السكواش. ممكن ما يكونش مثلا ليه صوت قوي في الانتخابات، بس من حقهم عليك ان انت لان انت واحد منهم، يعني ان انت تتكلم معاهم وتقول لهم انت عايز تعمل ايه. فدي برضو حاجة محترمة جدا ان انت يعني فكرت انك تعملها. فعشان نخش بقى على طول في المواضيع، انا يعني عندي شوية تساؤلات كده انا والناس برضو كلها عايزة تعرف ليه رشحت نفسك. يعني ايه اللي خلاك تقرر ان انت ترشح نفسك في الانتخابات في الوقت ده، ومش شايف ان انت يعني قرار ان انت ترشح متأخر كده ممكن يبقى يصعب الموضوع عليك شوية، ولا يعني الفكرة جت في دماغك ازاي؟ طبعا يعني ليه قررت ارشح نفسي؟ زي ما بيقولوا في الانجليزي it's about time. يعني انا الحمد لله، يعني اقدر اقول اني عملت كل حاجه في السكواش. انا عندي انجازات كرياضي وكبطل رياضي في السكواش، وبعدين اتجهت للتدريب او ان انا ابقى مدير فني، وبعدين عملت الاكاديميه بتاعتي، اشتغلت في الاداره الرياضيه، اشتغلت مع الاتحاد في لجان كتير، رأست لجان كتير. انا كمان ولي امر للعيبه سكواش، ولادي كلهم كانوا بيلعبوا سكواش، فاشتغلت مدير فني في انديه مختلفه، فعملت كل حاجه في السكواش. حاسس ان الفتره دي زي ما اقول انا جاهز للبوزيشن ده. انا بقالي كمان يعني يمكن بقالي فتره طويله، او في السنين اللي فاتت خلاص انا بعدت عن ان انا ابقى بشتغل جوه السكواش. يعني في التدريب خلاص ما بقتش بشتغل كمدرب، ما بقتش اشتغل كمدير فني لفرقه. حتى يعني الاكاديميه بتاعتي خلاص ما بقتش انا
متداخل في الشغل بتاع اي فرقه او اي نادي. انا اشتغلت في نادي الجزيره ونادي هليوبلس ونادي المعادي طبعا. وسبورتنج وسموحه وكل طبعا. الانديه، واشتغلت مدير فني للمنتخب. ففي فترات معينه الواحد كان عنده اولويات مختلفه وبتحب تثبت نفسك في حاجات مختلفه. الفتره دي خلاص بقى، انا بقالي فتره طويله بعدت عن الشغل التنفيذي في السكواش، وبالتالي حاسس ان الوقت ده بقى عندي كمان من الخبره في كل بقى نواحي الشغل مع اللعيبه، مع المدربين، مع الاداريين، مع اولياء الامور، مع الانديه. حاسس ان عندي دلوقتي الخبرات الكافيه اللي اقدر اخوض بيها السكواش في الفتره الجايه. القرار المتاخر بقى مفيد ولا مش مفيد؟ له جزء طبعا، في جزء سلبي ان المرشحين او المنافسين بيبقى بقى لهم فترات او بقى لهم شهور بيجهزوا نفسهم وبيتكلموا مع الناس وبيعملوا حمله انتخابيه بقى لها فتره اطول. لكن من الناحيه التانية برضو شايف انها يعني في ميزه كده ظريفه ان الناس اتخضت. ف... انا فاكر يعني والحمد لله اتخضوا بطريقه كويسه. يعني الحمد لله انا طول، مش هقول الشهور، طول السنين اللي فاتوا ناس كتير من مجتمع الاسكواش بتتكلم معايا بيقولوا لي الفتره الجايه محتاجين حد زيك او محتاجين حد بامكانياتك. وانا كنت لسه برضو انا بفكر فاكر في احنا الموضوع. يعني لما اتقابلنا قبل كده ما كانش الموضوع يعني مطروح اساسا يعني، فهي بالظبط. قرار. حتى انا يعني بيتهيألي ان انت فكرت في الموضوع متاخر كمان، يعني غير انك اعلنت متاخر، انت فكرت في الفكره نفسها متاخر يعني. بالظبط. زي ما قلت كان في كلام وتشجيع من ناس كتير، ودي من الحاجات اللي شجعتني. وحتى انت قلت ان انا مهتم ويهمني ان انا كمان اخاطب مجتمع الاسكواش المصري، مش مجرد ان انا عامل حمله انتخابيه للانديه اعضاء الجمعيه العموميه، لان انا بعتبر نفسي طبعا يعني اكيد. من مجتمع الاسكواش المصري، فبحب الناس وعلاقتي بالناس، والناس الحمد لله مشجعين جدا، فبيهمني كمان ان انا اخاطبهم. انا شفت في استفتاء اتعمل مش عارف انت اكيد شفته طبعا. في استفتاء اتعمل على يعني صفحه اخبار نشره اخبار الاسكواش وكان في يعني عدد كبير قوي من، يعني كان في اكتساح تقريبا من ناحيتك. فانت شفت الموضوع ده بشكل عامل ازاي بقى؟ طبعا حاجه تشرفني جدا. يعني طبعا هي الصفحه دي هي اكبر صفحه طبعا. للسكواش في مصر، طبعا عليها تقريبا كل اللعيبه والاهالي والمدربين كل وكل الناس موجودين الناس. عليها. عملوا كده استطلاع راي ابتدى من 3 اسابيع، يعني اول ما الديدلاين جه بتاع الانتخابات، حطوا فيه الناس تقول على المرشحين صح. بتوعها. يعني الحمد لله يعني عندي 95% النتيجه تقريبا. كانت يعني حاجه النتيجة كده. بتتغير كل يوم، بس ما يعني دايما ما بين 94 95% من أصوات مجتمع الاسكواش، ودي حاجة في حد ذاتها بتشرفني شرف كبير جدا. يعني دايما بقول هل للناس انت شايف ان دي حاجه ممكن تكون مفيده ليك في الانتخابات، ولا هي يعني ده راي عام ملوش تدخل قوي في قرارات الانديه يعني؟ حاجتين. طبعا من الناحيه الرسميه والقانونيه ده حاجه ما بتتحسبش في اكيد. الانتخابات، بس في حاجتين مهمين قوي. اولا انا بالنسبه لي برضو حاجه مفيده جدا وحاجه مريحه نفسيا بالنسبه لي جدا ان انا ابقى حاسس ان الراي العام بتاع مجتمع الاسكواش في صفي، او ان الناس فعلا عايزاني. طبعا. دي حاجة بتديني قوة وبتديني ثقة ان انا لما بروح اتكلم بقى مع مجالس ادارات الاندية او كل الجهات المعنية بالانتخابات، ببقى حاسس ايه زي ما بيقولوا بالبلدي كده ان الناس في ظهري. مم. يعني مش بروح ان انا اقدم نفسي واتكلم عن نفسي وحاسس ان الناس كلها معارضة مثلا ترشحي، صح. لا بالعكس. لا يعني ده بيديني ثقة اكتر وبيديني ثقل لان مع طبعا الناس. لان الانديه كمان، الانديه بتهتم بان هي برضو الجمعيات العموميه بتاعتها تبقى مرضيه. فطبعا فلو طبعا مجتمع الاسكواش اللي داخل النادي جزء كبير منه عايزك، اكيد دي حاجه برضو بتبقى في صفك وانت بتتكلم مع مجالس الادارات يعني. طبعا. يعني زي ما قلت هي ما فيش صوت بيتحسب لمجتمع الاسكواش، لكن بيفرق قوي مع الانديه ومع كل الجهات المعنيه ان يبقوا شايفين فعلا الراي العام بتاع الاسكواش طبعا رايح في انهي اتجاه. فدي حاجه بتبسطني جدا وبتشرفني بصرف النظر عن اي نتيجه. اكيد طبعا حاجه كويسه ان طب انت
يعني ان شاء الله لو ربنا وفقك ان انت تبقى شايف ان الناس كلها يعني او جزء كبير من طب الناس كان عايز ده، واكيد ده هيديك دافع ان انت تشتغل وتخدم المجتمع ده دافع برضه، كبير لانه جدا يعني وشرف كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا. مسؤولية طبعا. طب فيعني ان شاء الله إن ابيض وشهم. إن شاء الله. طيب في حاجة برضه أنا خدت بالي منها، ما أعرفش يعني أنت كان رأيك فيها إيه، بس كل طبعًا هو حاليًا في منافسين نازلين اللي هم 3 أو 4 مرشحين يعني، بس كلّهم معاهم قايمة. يعني كل مرشح مع اختار قايمة. طبعًا إحنا عارفين الانتخابات الsquash مش بالقوائم، يعني ممكن حد يرشح نفسه فردي، ولكن الناس اللي نازلين يعني المنافسين ليك اختاروا إن هم ينزلوا ويتكلموا مع الناس كلها كقايمة. وده طبعًا برضه بيدّي تُقل أو بيدّي قوة، لإنه لمّا بتبقى قايمة مكوّنة من 5، 6 أفراد، كل واحد من نادي وعنده علاقاته في النادي، فده بيسهّل فكرة تجميع الأصوات من النوادي يعني. فأنت الوحيد اللي مش معاك قايمة، فأنا كنت برضه يعني أنت لو عايز تعمل قايمة كنت عملت قايمة، بس هل في إيه الفلسفة ورا الفكرة دي؟ يعني هل في استراتيجية معيّنة، أو أنت هو الموضوع حصل كده؟ يعني ليه ما نزلتش بقايمة؟ ليه بتروح تتكلم كفرد مش كقايمة؟ اولا زي ما قلت انا نزلت الانتخابات نسبيا متاخر وما كانش متجهز لها من بدري. إمم. السنه دي عدد الاعضاء الناس اللي مرشحه نفسها في مجلس الاداره حاليا هم 14 واحد اللي مرشحين نفسهم كاعضاء ده لمجلس كله الاداره. في الانتخابات هي بالصوره فرديه، ان الناس هتنتخب رئيس وسبعة اعضاء. إمم. فال 14 دول ما ينفعش، احنا 4 مرشحين في الرئاسه، فحتى عدد الناس اللي موجوده ما يكفيش ان كل الناس تبقى عامله قوائم. إمم. بس بصرف النظر عن الموضوع ده، الحمد لله الناس دايما بتتكلم ان ممكن ان ان انت لو نجحت كرئيس ومعاك مجموعه هي اصلا محسوبين على ناس تانية ان هم هيعملوا لك مشاكل او مش هيساعدوك او الشغل مش هيمشي. طبعًا دي برضه. والمشاكل دي انا الحمد لله ما عنديش المشكله دي خالص. علاقتي الشخصيه والمهنيه بكل الناس اللي مرشحه نفسها في مجلس الاداره علاقه كويسه جدا جدا. وفي ناس كتير منهم لما رشحت نفسي قالوا لي والله احنا في القائمة الفلانية عشان احنا ما كناش عارفين ان انت هتترشح وما كناش عاملين حسابنا ان انت هتترشح. فانا ما حبيتش اولا ان انا اتكلم مع حد من القوائم اللي كانوا محسوبين على المنافسين، ان انا اتكلم معاهم واقول له مثلا سيب المنافس ده وتعالى معايا في القائمة. ما حبيتش خالص ان انا اعمل كده. ودي حاجة انا بحترمها من الناحية الاخلاقية، الناس متفقة مع ناس بطريقة معينة. لكن انا حتى لما بقعد مع الانديه، اولا زي ما قلت انا علاقتي بيهم كلهم كويسه، وان شاء الله لو بقيت رئيس اي ناس من الاعضاء المحترمين اللي مرشحين نفسهم في مجلس الاداره علاقتي بيهم كويسه وهقدر اشتغل معاهم وهقدر اقودهم. وهم كمان بيقولوا الكلام ده عليا، مفيش حد مثلا بيقول لو ده كسب انا مش هينفع اشتغل معاه. فدي في علاقه احترام وود متبادل، فمفيش مشكله في مين اللي ينجح. الحاجة التانية اللي بعملها أنا لما بقعد مع الأندية ويقولوا لي مثلا، حتى لو أندية من اللي بيدعموني 100% وخلاص إحنا إن شاء الله هنختارك كرئيس، قول لنا عايز مين معاك أو مين القايمة بتاعتك. برضو بقول لهم الكلام ده، بقول لهم أنا مش عامل قايمة، لكن أنا بديهم أسامي فعلا، أسامي مش هذكرها، بس أنا بديهم أسامي للناس، بقول لهم دي مش قايمتي بس دي الناس اللي انا شايف ان هم ممكن يشتغلوا إمم. ويقودوا الاسكواش المصري في الفترة الجاية ويبقوا ممثلين من كويسين خلال عن المرشحين الجمعية اللي هم المموعية. والاسامي دي في منها ناس مستقلين وفي منها ناس محسوبين على قوائم تانية، إمم. بس انا بقول لهم انا بديكوا اسامي الناس اللي انا شايف ان هم ناس كويسين وناس شاطرين وناس لا غبار عليهم ومفيش يعني بديهم اقول لهم دي اسامي الناس اللي انا شايف انها كويسه، مش مساله اسامي حد محسوب على حد معين. فعشان كده مش عايز ان يبقى في حرج مع حد، وقاصد ما يبقاش في حرج ولا معاهم ولا مع المرشحين المنافسين ولا مع الانديه كمان. إمم. فمدي الحريه، مطلق الحريه للناس، وبقول لهم ان انا فعلا جاهز وان انا اقدر اشتغل مع يعني اي أنت حد. بشكل عام ما عندكش أي مشكلة مع حد، خالص وأي حد هينجح سواء خالص. كان من قايمة منافسة فردي. تعاون أنت مع ما الناس عندكش كلها مشكلة مع أي وما حد عنديش اي مشكله مع الناس فعلا، وهم الناس حتى بيقولوا كده ماشي. من ناحيتهم عليا. دي حاجة كويسة، بس لأنه زي ما باقول لك هي فكرة القايمة طب فيها حاجتين: الأصوات
وانه ما حدش يجي، لان احنا شفنا قبل كده انه حصل زي انقسام طبعا في المجلس، طبعا وده تسبب ان في مشاكل كتيره حصلت طبعا والبرفورمانس ما كانش احسن حاجه، طبعا وكان في شكاوي كتير، لانه لما بتبقى الترابيزه مقسومه بيبقى الموضوع صعب. ف... صح. فهي دي النقطه اللي انا كنت عايز اتاكد ان انت ما عندكش مشكله مفيش ان مشاكل حد ممكن خالص يخش آه. يعمل مشكله فده يتسبب ان اللي حصل قبل كده يحصل تاني. خالص خالص. تمام. طيب كويس. في نقطة برضو تانية كنت عايز اتكلم عليك فيها، طبعا اكيد النقطة دي ايه اتقالت لك قبل كده كتير، بس يعني بما انك موجود هنا برضو يعني حاسس ان انا لازم اقول لك عليها. انه يعني في ناس كتيرة بتتكلم على فكرة ان انت طبعا عندك الاكاديميات بتاعتك اللي هي اكاديميات البرولوسي، معروفة في كل حتة، مش في مصر بس، يمكن بره مصر كمان. ومعروف طبعا المجهود والشغل اللي انت عملته فيها، وانها طلعت لعيبة كتير، ويعني حاجة من الحاجات اللي بنفتخر بيها يعني طبعا في الوسط الرياضي، ان من اكبر اكاديميات في العالم عندنا اكاديمية البرولوس. ف... ففي ناس كتيرة بتتكلم اللي هو طيب انت دلوقتي عايز تبقى رئيس الاتحاد، انت مش شايف ان في كونفليكت اوف انترست؟ يعني ما في تضارب مصالح في فكره ان انت تكون عندك اكاديميه سكواش وفي نفس الوقت انت رئيس اتحاد السكواش؟ سؤال مهم السؤال ده جدا اتقال لك وسؤال قبل بحب كده؟ اتسأله. اتسال ها؟ بيتقال لي وبحب انه يتقال لي، وساعات لما ما بيتقاليش كمان انا اللي بقوله من نفسي، مم. عشان بحب اوضح الموضوع ده للناس كلها. اولا في كذا شق في السؤال ده. اولا الشق القانوني، انا اولا زي ما قلت انا فعلا بقالي فتره طويله جدا انا خلاص مش بشتغل في الاكاديميه، لان في جزء كمان من الشق القانوني واللوائح اللي بتحدد ان المرشحين في الانتخابات لازم يكونوا مش بيعملوا بالتدريب او مش بيعملوا في اداره او مش اعضاء مجلس اداره اي هيئه من الهيئات اللي مسجله في الاتحاد. وده انا اوريدي انا ولا بشتغل ولا بدير، ولا كمان انا مستقيل من مجلس اداره الاكاديميه من فتره طويله. فده حتى من الجزء القانوني. لكن حتى كمان عمليا الاكاديميه مش عضو في الجمعيه العموميه، دي نقطه مهمه، مش عضو في الجمعيه العموميه بتاعه الاتحاد، فمش متداخله بقى ولا في انتخابات ولا ليها صوت ولا تقدر تاثر على حد في الموضوع ده. هي الاكاديميه اكاديميه خاصه زي كل الاكاديميات الخاصه اللي بتشتغل سواء في السكواش او في كل الالعاب التانية، وبتشتغل اكتر في مراحل التنميه وفي مراحل التطوير بتاعه البراعم والاعمار السنيه الصغيره. الحاجه التانية كمان الاكاديميه مش بتلعب في الدوري، ودي ما دي كنت حاجه برضو اسالك، ودي حاجه من مش الحاجات بتلعب ماتش؟ المهمه جدا، لان دي اول حاجه سهل تتقال ان الاكاديميه مش بتتنافس مع الانديه في الدوري العام ولا في الناشئين ولا في العمومي. فالاكاديميه ولا عضو في الجمعيه العموميه ولا بتلعب في الدوري. وانا شخصيا خلاص مش بشتغل في الاكاديميه ولا بدرب ولا بعمل حاجه. بس انا دايما بشوف بقى اهم من كل ده الجزء الاخلاقي بتاع التضارب المصالح، ده دايما اللي بيحكمه اكتر مش اللوائح والقوانين. انا طبعا 100% مفيش مشاكل فيها، لكن الجزء الاخلاقي كمان. ودايما بقول بقى انا ايه، مش مساله ان انا بوعد بحاجه معينه ان ما يبقاش في تضارب. انا الناس جربوني في شغلانه اكتر حاجه كان ممكن يحصل فيها تضارب. انا كنت مدير لجنه المسابقات مم. والحكام واللجنه الفنيه ولجنه التدريب، كنت بعمل كل حاجه في اتحاد الاسكواش من 3 سنين. قعدت موسم كامل مفيش حد ولا حد قال حاجه ولا حد قال حاجه دلوقتي طول الثلاث سنين دول انه سمع مره او انه حس مره ان انا جاملت حد او ان انا جاملت اي حاجه ليها علاقه بالاكاديميه بتاعتي. بالعكس، انا لو في حاجه فيها اي حساسيه دايما هبقى واقف مع الطرف التاني عشان ما يبقاش فيه اي مجامله، ولا بقى حاجه ماليه ولا حاجه فنيه ولا اتكلمت مع حكام ولا ما فيش اي امتيازات حصلت للأكاديمية في وقت شغلي كمان. فالناس كمان جربوا ان انا اكون عندي مسؤولية، ومسؤولية بقى لجنة المسابقات دي هي بالظبط اكتر حاجة متداخلة في شغل الاتحاد. فكمان حتى في الوقت ده طبعا. ما كانش فيه اي حاجة انا طبعا للأكاديمية. انا يعني فطبعا يعني انت يهمني اكيد اوضح الحاجتين، أكيد. ان من الناحية القانونية واللوائح مفيش اي مشاكل، بس الاهم من كده كمان الناحية الأخلاقية. ودي حاجة دايما أنا حصلت ودايما حاجة طبعا بوعد بيها. ولو حصلت لازم الناس تقول لي، يعني لازم لو في أي مشكلة أو أنت ساعات لما بتبقى في موضع القيادة أو في موضع الرئاسة في حاجة، ممكن حد يجامل من غير ما ياخد إذنك.
فدي حاجه دايما انا يعني لو حد حاول يجامل يجي يقول لي، ودي حاجه لازم تقف على طول. فيعني ان شاء الله ما يبقاش في اي مشكله خالص من الموضوع ده. انا طبعا انت فاهم انا سألت السؤال ليه، يعني طبعا طبعا يعني طبعا. اكيد مفيش خلاف على طبعا يعني عليك في الحتة دي خالص. واكيد كل الناس اللي موجودة انت مش دخيل على مجتمع السكواش يعني، بالظبط. هم الناس كلهم عارفينك من زمان جدا. ولكن ده سؤال لازم يتسأل، طبعا لانه طبعا في ناس يعني انت عارف ان كل طبعا مكان في ناس اللي طبعا بتحب تسأل اسئلة او طبعا بتحب يعني تتطرق للمواضيع دي. فيبقى طبعا. برضو يعني جاوبنا على اي حد بيفكر في اي حاجة ده يعني. لا حاجة مهمة، وزي ما قلت أنا بقصد إن أنا أقولها لأن في ناس كمان سواء في مجالس إدارات الأندية بعاد شوية عن مجتمع السكواش، بالظبط. فهو بيسمع من بعيد، مم. فبيسمع ده فلان اسمه عمر البرولوسي وفي أكاديمية اسمها أكاديمية البرولوسي، فعلى طول في حاجة بتقلق. فلا لازم يبقى فاهم ان انا مش المدرب والمدير الفني والفريق والجمعيه العموميه، وده يبقى قلقان انه النادي بتاعه عنده ماتش في الدوري مثلا ضد الاكاديميه فالحكام هيبقوا متحيزين. لا، وبعدين فكل برضو ده النقطة اللي انت قلتها ان لازم هو يبقى انت مفهوم. اشتغلت مدير فني للمنتخب واشتغلت بالظبط. في لجنة كل ده المسابقات حصل. يعني لو كل كنت ده عايز حصل. تعملها كنت عملتها بالظبط. قبل بس كده كمان يعني، بس دلوقتي برضو احنا ولا يبقى. في الجمعيه العموميه ولا في انت الدوري حاليا انت استقلت من خالص. مجلس إدارة من المجلس الأكاديمية. اداره كله يعني الفترة اللي جاية دي انت مش هتبقى طبعا متداخل خالص في اي حاجة، خالص هتبقى تركيزك كله في في الإدارة في حاجه الاتحاد يعني، ان الاتحاد. شاء الله لو كسبت يعني. بالظبط. جميل. طيب انا بحاول برضو استجمع كده، لان انا قعدت اذاكر بقى واشوف كده كل الحاجات اللي بتحصل. بس يعني كويس، يعني انا كان مهم عندي ان انا اسالك الاسئله الاولانيه دي، لان طبعا دي التساؤلات العامه الموجوده عند المجتمع بشكل عام يعني، وانت جاوبت عليها. بس برضو عايز اخدك بقى لحته تانية. ما ينفعش برضو انت تبقى موجود لانه الفتره الاخيره اخر يعني كام شهر اللي فات حصل فيه يعني تطورات كتيرة قوي عندكم في مجتمع السكواش. طبعا. وما شاء الله يعني ايه، انتوا مجتمع منفتح. فكل حاجة كانت يعني كل حاجة حصلت اتعرضت واتكلموا فيها. بالظبط. انا شايف ان دي حاجة كويسة على فكرة. طبعا جدا. انا شايف ان دي حاجة من الحاجات اللي بتقوي مجتمع السكواش، ان هو مفيش حاجة بتستخبى. طبعا. ودي حاجة كويسة، لانه اللي بيغلط او لو في اي حاجة غلط بتتعرف بسرعة، فده بالظبط. بيبقى زي حاجة بتخلي الناس تاخد بالها بعد كده، حتى ان هو طبعا. لو حصل كده هيحصل 1 2 3. ولكن الفترة الأخيرة حصل مشاكل كتيرة قوي. أنا برضو عايز أخد رأيك في مشاكل اللي حصلت في نهاية فترة الاتحاد الأخير. كان في مشكلة كبيرة جدا، يمكن أنا اتكلمت فيها مع أكتر من حد. مشكلة السيستم. طبعا. مشكلة السيستم القديم والسيستم الجديد، وانه اتلغى العقد مع الشركة القديمة واتقال انه الشركة القديمة ما كانش ينفع تكمل. بعد كده الطرف التاني قال لا كان ينفع تكمل، طبعا. وحصل لغط كبير جدا في الموضوع ده. فانا عايز اخد انت رأيك ايه في المشكلة اللي حصلت دي، وشايف من وجهة نظرك حل الموضوع ده يتحل ازاي، او ايه الاجراءات المظبوطة اللي كان لازم تتخذ يعني عشان الموضوع ده يتحل بشكل اوقع من كده. آه، برضو في كذا جزء. اولا السيستم القديم كان نسبيا كويس، بس انت السيستم اشتغلت القديم بيه. ده انا اللي اشتغلت بيه آه. وقت ما كنت شغال بيه. انا جيت اخر موسم يعني انا لما جيت كان السيستم اوريدي موجود. كان في شويه مشاكل قدرت احلها وقتها مع الشركه بتاعت السوفت وير، بس كان لسه السيستم ما هوش متطور قوي، ومع زياده عدد اللعيبه وزياده البطولات طبعا السيستم كان محتاج يتطور او يتغير. فكره انه يتغير ويجي سيستم جديد دي فكره كويسه، ما فيش حد يقدر يعترض على كده. للاسف في حاجتين حصلوا. السيستم الجديد هو ده السيستم بتاع الاتحاد الاوروبي، وشغال سيستم مثالي لبطولات الناشئين بالذات. الفكره ان هم الموضوع ما اتدرسش كويس، ان السيستم اللي جه او اللي شغال دلوقتي هو جزء من السيستم، لان السيستم كان له تكلفه معينه. القرار اللي اتاخد ان لما السيستم لقيناه غالي ما خدناش كل المميزات اللي فيه، او زي بالانجليزي ما خدناش كل الفيتشرز اللي في السيستم، فخدنا جزء منه اللي بيعمل الجداول وبيعمل الدروهات، وما خدناش بقيه الاجزاء المرتبطه بالرانكينج ومرتبطه بالانبوت بتاع اللعيبه ومرتبطه. السيستم بتاع الاتحاد الاوروبي ده الناس عارفه اللي بتسافر تلعب بطولات بره
مش بيتعامل اصلا مع الاتحاد الاوروبي، هو بيتعامل مع السوفت وير، بيخش يسجل وبيرجستر وبيدفع الاشتراك، وهو اللي بيخش يحط اسمه في البطوله، وهو اللي يقدر يشيله. ولما بيحط اسمه بيبقى شايف الناس التانية اللي مشتركه في البطوله. سيستم ترانسبيرنت وشفاف وكل حاجه باينه، وانت كله اللي بتحط اوتوميتد. وبتشيل وبتدفع وبتدخل الكريدت كارد وبتعمل كل حاجه. احنا دلوقتي عندنا حته من السيستم، لان اللي بيشترك في البطولات دلوقتي لسه الانديه هي اللي بتبعت اسامي اللعيبه، وبيتعمل بيهم اكسل شيت، وبيتعمل امبورت وبعدين يتعمل اكسبورت فالمشكله ان بقى في جزء مانيوال داخل على السوفت بس وير. النقطة دي أنا أول مرة على فكرة، بس عشان في طب حاجة لا لازم أوقفك هنا، لأن أنا اتكلمت مع ما حدش تطرق للنقطة دي قبل كده أبدا ما عشان في انا عارف مشكلة التفاصيل السيستم. لا ما هم أكيد هم كمان وعارف عارفين المشكله جايه التفاصيل. منين. أنا اتكلمت مع طرفين المشكلة، اه والطرفين ما جابوش سيرة خالص الموضوع ده خالص. لا، كان في طرف بيلوم طرف إنه هو تسرع، بالظبط. وطرف تاني بيقول انه احنا كنا بنعمل كده عشان المصلحة. انما التفاصيل اللي انت بتتكلم عليها دي يا سمحت يعني قولها لنا كده، لان ما حدش اتكلم فيها قبل كده، ولا على الصفحة ولا في اي حلقة من الحلقات اللي اتعملت. فانت بتقول انه ما كانش السيستم اللي جه ما كانش كامل، يعني ده معناه ان المجلس كله كان عارف المعلومة دي؟ الفكرة يعني في حد في المجلس ما كانش عارف المعلومة دي؟ المشكلة بتاعة السيستم هي قلبت انها مشكلة شخصية وخناقة بين اعضاء المجلس، فقلبت على زي ما انت بالظبط. بتقول مين اللي غلطان ومين اللي تعاقد ومين خد اذن مين، واحنا ما كناش موافقين وده كان موافق وده فهي دخلت في مشكلة مين اللي عمل الحاجة ومين اللي غلطان، واتنسى في النص ان المشكلة نفسها Technical. اصلا ان السيستم مش شغال كويس. وهو ما هو الناس عرفت ان في مشكله في السيستم ازاي، ان بيحصل غلط في الدروهات وبيحصل غلط في حسابات الرانكينج. ما هو الغلط اللي في الدرو ده مش عشان حد اتحط غلط، ما هو الدرو جدول الماتشات بيتعمل بناء على التصنيف بتاع اللعيبه، فالغلطه ما بتبقاش جايه من الدرو، الغلطه جايه من التصنيف. ما انت في الانبوت اللي داخل على السيستم اللي انت مدخله له، مفيش حاجه اسمها السيستم بيعمل درو غلط، ده حاجه هو كان التبرير هو بيعمله للموضوع صح، لكن انت مديله معطيات فيها مشاكل. أيوة. دي اتقالت فالمعطيات ان غلط. الداتا اللي كانت بتخش كان فيها مشاكل. بس كان في كلام تاني تبرير للنقطه دي. انا بس معلش ان النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي مش هفوتها. التبرير اللي اتقال لي في النقطه دي انه كان في تسرع في استخدام السيستم الجديد، فما كانش الناس فاميليار قوي بيه، فعشان كده غلطات حصلت. انما ما حدش قال خالص ان السيستم ما كانش كامل، او كان في جزء منه كان جزء تاني لسه المفروض يجي. اسهل حاجه في الموضوع ده، اي حد من الناس وفي اولياء امور كتير قوي بقول كل الناس اللي بتسافر تلعب بطولات المانيا وهولندا وبلجيكا وكل البطولات اللي في الاتحاد الاوروبي، هم عارفين السيستم شغال ازاي، وهو ده السيستم اللي احنا مشترين جزء منه. ما هو جزء منه انه عليه الرانكينج، وجزء منه ان انت اللي بتحط اسمك، وجزء من فبالتالي ما فيهوش اي تدخل. انا بس هاممني ايه اكتر من التفاصيل التكنيكال. الفكره ان السيستم لما بتاخده على بعضه ما فيهوش اي تدخل مانيوال، ما فيهوش اي تدخل. انت ما تقدرش تاوفر رايد السيستم زي ما بنقول بالانجليزي، انت ما تقدرش تتجاوز السيستم. ان انت مثلا لو عندك لعيب هو المرشح العاشر في البطوله، انت ما تقدرش تخليه المرشح الخامس. هي بروسيس واحده كل الناس بتعملها، لكن انت تقدر تعمل كده على اكسل، ما تقدرش تعمل كده على السوفت وير. فانت لما وتقدر تعمل كده لو انت اللي بتحط الفايل اللي بيخش الانبوت بتاع السيستم، انت مدخله اصلا معلومه فيها حاجه غلط. ومشكله الحكايه دي الاكبر ايه بقى، من غير اتهامات معينه ومن غير حاجه، انها بس هي بتفتح سكه للفساد حتى لو الفساد مش موجود. بس صح. هي ما دام انت عندك سكه انك بتخش بتتدخل بايدك بنفسك في حاجه في السيستم، دايما بتفتح السكه دي، ودايما بتفتح سكه ان الناس يجي يقول لك حتى لو ما فيش حاجه غلط. ان الناس ابتدوا دلوقتي لما واحد يجي له قرعه وحشه مثلا في البطوله يقول لك دول قاصدين يعملوا لي قرعه وحشه، مع ان هو ما عندوش دليل، بس هو شاكك. ليه؟ لان هو لازم تقفلها، لان هو شاكك لان الناس عرفت ان جزء من السيستم في حاجات بتخش له يدوي. ودي حتى دي مشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت، فكان في مشكله مشهوره في دروب بطوله الجمهوريه. صح. بس هو ما هو صح، بس هي ما هو الكلام كان ان احنا هنغير السيستم عشان عايزين نوقف
التدخل البشري في الموضوع. فانت الفايل ازاي هتوقف الفايل بتاع التدخل الاكسل، البشري وانت فايل ما جبتش الاكسل فايل الاكسل اللي بيتعمل له امبورت وبيتعمل له ده فايل بشري. بالظبط. ف يبقى هو الموضوع من الاول ف اتعمل غلط. ف فدايما الفكره كلها ان لازم تاخدها على بعضها. لو كان عشان السيستم جه كامل كان يعني كنت شايف طبعا ان ده طبعا يتفادى كل المشاكل اللي حصلت دي، اللي ما كانش في اي تدخل طبعا بشري. وده برضو بيؤيد برضو فكره التسرع، لان انت برضو انت لو كنت جبت السيستم كامل بقى انت كنت محتاج وقت فعلا، محتاج وقت ان الناس تتدرب عليه، ومحتاج وقت ان الناس تريجستر عليه، ومحتاج هو الفكره ان السيستم الجديد جه قبل ما الموسم يبتدي مثلا باسبوع، يلا في سيستم جديد، يلا هنعمل بيه الدرو، يلا ده الفايلات ما اشتغلت مره، حصل البطوله الاولانيه القرعه والدرو بتاعها اتعاد كتير جدا. صح. غلطات، حتى بقول احنا مش هنخش في نوايا الناس او في هل دي حاجه مقصوده ولا مش مقصوده، بس حصل كميه غلطات وكميه اعادات وكميه حسابات غلط رهيبه. وهي اي حد يعني يعرف الف ب في سوفت وير وفي حاجه، هو ما ينفعش ان السوفت وير يكون هو اللي غلطان. هي يعني هو السوفت وير مش غلطان، السوفت لا وير ده خصوصا اوريدي لو انت جايب موجود. سوفت وير ايوه ده موجود الاتحاد ومعتمد، انت الاوروبي يعني، مش ما انت مش مخترعه، جايب فده حاجه. موجود. فهو ما ينفعش ان السوفت وير يحط لك اسم غلط. حصل في بطوله طلع في اسمين مثلا فيهم تشابه اسماء في احد الاسامي، واحد نمره 4 على الجمهوريه، واحد نمره مثلا 100 على الجمهوريه، اتبدلوا عندهم اسم متشابه في اساميهم، بس ما هو متشابه في اسمين بس مش في الاسم الرباعي، اتبدلوا في الرانكينج. من هنا هنا اكتشفوا ان السيستم في حاجه لخبطت في الفايل اللي داخله، انه خد الاسم ده بدل الاسم ده. الطبيعي في اي سيستم في اي سوفت وير ان اللعيبه بتبقى داخله ما بيبقاش باسمه، بيبقى له كود، وانس انه دخل وريجسترد السيستم مش بيتعامل مع الاسامي، بيتعامل مع كودز. الكود ده ما بيبقاش متكرر في كل الالعاب، بيبقى فيه كود لكل لعيب. فكل الغلطات انا بدي امثله، كل الغلطات اللي حصلت وكل الحاجات اللي اتعمل فيها غلط. في بطوله حد اتحط في مرحله سنيه غلط، في بطوله بنت اتحطت في درو الولاد. هي دي السيستم، ما فيش حاجه اسمها كده. هو لو السوفت وير عنده اسامي، دول اسامي البنات ودول اسامي الولاد، مستحيل هيحط بنت في بطوله الولاد. صح. وهم تداركوا الموضوع، وده اصلا هم عاملين مجهود رهيب، يعني لجنه المسابقات عامله مجهود رهيب عشان تلم ورا المشاكل اللي بتحصل. بس هي كل دي ادله ان في حاجات مانيوال حاصله. ما هو ايه اللي جاب البنت عند الولاد انها اتحطت بالغلط في الفايل بتاع الولاد؟ ما حدش نفى الفكره دي، هو قالوا ان في داتا غلط دخلت. ما ده اتقال. ما هي الداتا دي جايه منين؟ من فيها تدخل بشري. صح. بس فاحنا حتى لو شلنا كل حسن النيه اللي في الدنيا، طول ما في تدخل بشري هيحصل غلطات او هيحصل مخالفات، سواء كده او كده، دي حاجه مش مقبوله. فهو لازم لما نجيب سيستم يشتغل على بعضه، سواء السيستم ده او سيستم تاني، بس لازم تبقى كل حاجه خلاص اوتوميتد، عشان ما يبقاش في حد عنده شك لاي حاجه، عشان ما يبقاش في حاجه اسمها ده لعيب بتاع النادي الفلاني او ده لعيب عايزين نكسبه فنعرف نكسبه. لا، مفروض انا حتى لو انا رئيس الاتحاد وفي لعيب انا عايزه اكسبه، مفروض ان انا السيستم ما يسمحليش ان انا اكسبه. صح. لازم الباب ده يتقفل تماما طبعا، عشان دي هتعمل لغط ودوشه كبيره جدا. يعني طبعا. ممكن يبقى واحد بعيد خالص بس يقول لك لا انا اتظلمت. ما هي دي الفكره، ما هي بتفتح الباب، بتفتح الباب للشك. بالظبط. واول ما بتبتدي تشك خلاص بقى اي حد بيحصل له مشكله يقول لك لا دي مقصوده. انت عارف حاجه مثلا من الحاجات في السباحه مثلا في السباقات بيعملوا ايه؟ بيبقى فيه تاتش اللي هو اللعيب اول ما بيلمس بيطلع السكور بتاعه، وفي حكم واقف بالتايمر لسه بالستوب ووتش القديمه عشان يبقى ياخدوا الرقمين عشان ما يبقاش ما حدش يقول ان الجهاز باظ او الحكم دي علقت مثلا ولا حصل حاجه، يبقى دايما عنده باك اب. عشان لازم تقفل تماما فكره ان في اي غلطه حصلت بالزبط. عشان لو اتفتحت كل الناس هتقول لك انا مظلومه. يعني فطبعا دي حاجه من الحاجات اللي لازم. النتائج بتقول ان حاره 4 هي اللي كسبت، ما بتقولش ان محمد حموده هو اللي كسب الرقم بالظبط. فهي دي الفكره، ان فما فيش طريقه ان انت تدخل الاسم، ما فيش. هي الفكره ان السيستم يشتغل بكودز مش باسامي، عشان كمان ما فيش اي سكه
ان يبقى في اي تلاعب في اي حاجه. حاجة برضو يعني كنت عايز أسألك عليها برضو من الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. في آخر كام بطولة حصل تجاوزات وحصل مشكلة كبيرة طبعًا كانت الناس كلّها كانت شافتها وحصلت كذا مرّة في كذا بطولة، فأنت إيه رأيك وشايف إيه اللي بيتسبب لإن ده يحصل والحل للمشاكل دي إن هي تُقف خالص إزاي؟ طبعا حاجه مؤسفه جدا، وحاجه بتزيد بتبقى اوحش. بتزيد عشان مش بتتعالج مظبوط. مبدئيا عشان نرجع لاسبابها، ليها كذا سبب. آآ أولًا، في أسباب ليها علاقة بمنظومة التحكيم. منظومة التحكيم بقى لها فترة فيها مشاكل، في عدد الحكام، في عدد الساعات اللي الحكام بيشتغلوها في اليوم، بيبقوا مُجهدين جدًا. في الظروف الحكام عامةً ما هياش أحسن ظروف للشغل. دي أول حاجة. حاجة تانية مهمة، من الحاجات اللي يمكن بالوم عليها شوية الاتحاد، إنه مش بيحمي الحكام بتوعه. دايمًا مش بيحميهم عن طريق إيه، مش بيحميهم عن طريق قرارات رادعة للي يتجاوز ضد الحكام. يعني الناس يمكن القرارات اللي اتعملت أو الناس اللي حصل معاها في إيقافات وقفة أو حصل. عقوبات، ساعات بيبقى حاجات جوه الملعب ضد زميله، حاجات بتبقى قرارات إنه بيعمل مخالفة معينة جوه الملعب فالحكم بيحسب عليه حاجة. لكن نادرًا، نادرًا إن بيبقى في قرار قوي ورادع للتجاوز ضد الحكام. بتحصل، بس مش بتحصل بالقدر الكافي ومش بتحصل بالردع الكافي. التجاوزات اللي ضد الحكام سواء من اللعيبة أو من المدربين أو من أولياء الأمور، إمم. كل الناس دي بيحصل معاها تجاوزات ضد الحكام، وأغلبها بتعدّي أو ما بتاخدش العقوبة الكافية. فمهم في جزء مهم زي ما نقول هو الردع، زي القانون في أي حاجة. الناس لازم اللي بيتجاوز، يعني إحنا دايمًا، أنا باقول أنا مش شغلتي إن أنا أربّي الناس. أنا مش هاقدر أخش في أخلاقهم وهو بيتكلم كويس والّا صوته عالي والّا صوته واطي والّا لأ. بس أنا شغلتي إن أنا يبقى عندي لوايح واضحة وقوانين واضحة ورادعة للي يتجاوز. فدي حاجة مهمة جدًا لازم تبقى موجودة. طبعًا منظومة التحكيم كلّها محتاجة تتحسّن أكتر من كده، محتاجين عدد حكام أكبر، محتاجين حكام مارسوا اللعبة على مستويات عالية أكتر، لإن بيبقى عندهم خبرة كبيرة في التحكيم وبيبقوا شايفين المشاكل اللي بتحصل جوّه الملعب، لإن الsquash عامةً من الألعاب الصعبة جدًا في التحكيم، طبعًا. وهي أصلًا مشكلة فيها عالمية مش مشاكل مشكلة. مشاكل عامة ما في هو دايمًا التحكيم. الناس لمّا بتقول له إحنا عندنا مشاكل في التحكيم في مصر، تقول يقول لك لك ما هي مشكلة دي مشكلة دولية. عالمية. إمم. بس بقى ما بتشوفش في العالمية دي، بتشوف لعيبة ممكن زعلانة شوية والّا معترضة على قرار الحكم، لكن ما بتشوفش حد بيتجاوز مع الحكم، ما بتشوفش ضغوط على الحكم تأثّر على قراراته، ما بتشوفش إن الحكم بي 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 ساعات بيُهان قدّام الناس، والناس بتشوف إن ما فيش قرار رادع اتّاخد ضده، أو إن يحصل صُلح بعد خلاص. يعني أنا دي من أكتر الحاجات اللي دايمًا باعترض عليها، إن فكرة إن لعيب وهو متنرفز وهو في الملعب وعمل تجاوز رهيب ضد الحكم، هيقول لك معلش وبعدين دي نرفزة ملعب. بعدها بنُص ساعة مثلًا لمّا يهدى ويغيّر هدومه وبتاع، يروح يبوس راسه ويقول له حقك عليّا. ماشي، ده يمكن من الناحية الشخصية صح، مفروض يعمل كده، مفروض طبعًا يعتذر، عشان من الناحية الشخصية لعيب والّا لعيب صغير والّا مع حكم سِنّه كبير لازم يعتذر له من الناحية الشخصية. لكن من ناحية اللوايح والقوانين لأ، اللي بيغلط لازم يتعاقب. عشان ما تبقاش الدنيا مفتوحة إن أنا بقى خلاص كل زي اللي بنقوله في القانون. ما هو أنا مش أضرب واحد في الشارع وبعدين أطيب بخاطره وأمشي، خلاص هتبقى الدنيا هتقلب بقى يعني غابة. لكن مهم جدًا إن اللي يغلط لازم يتعاقب. الاعتذار والحاجات دي حاجة كويسة ولازم الثقافة دي تبقى موجودة. مهم جدًا إن يبقى في ردع وفي لوايح مهمة، لكن التجاوزات اللي بتحصل مع الحكام دي لازم تُقف، ولازم لمّا تحصل لازم يبقى في عقوبة واضحة جدًا وسريعة كمان. ما فيش حاجة. أحد المشاكل إن مثلًا تقرير يتكتب في بطولة
يتاخد فيه قرار مثلا بعدها بشهر، مش صح، لان انت في خلال الشهر ده اللعيب اللي الموضوع مثلا كان مات. المفروض يتوقف اصلا لا لعب بطولتين قبل ما يتوقف، مم. ودول كانوا مهمين بالنسبه له وخلوه يتحسن في الرانكينج ولا خلوه يخش المنتخب مثلا. لا مم. انت المفروض ان انت لو العقوبه دي تستحق الايقاف لازم تتوقف في ساعتها. زي في الكوره انت اتطردت من الماتش النهارده، الماتشين الجايين ما بتلعبهمش، مفيش حاجه اسمها احنا لسه هندرس الموضوع، ممكن ندرسه بس ندرسه في يومين ثلاثه، ما ندرسوش في اسبوعين ثلاثه او في شهرين ثلاثه. فبرضه سرعه القرارات مهمه جدا، بس برضو لازم نرجع عشان برضو اللعيبه والاهالي بيبقى فيه جزء بتاع مستوى التحكيم. ما هو المشكله دايما فيها طرفين، ان مستوى التحكيم لازم نرتفع بيه، عدد الحكام لازم يزيد، عدد الحكام المؤهلين لازم يزيد، كل واحد بياخد حقه، لازم تديله حكم كويس وحكم مستريح. ما بقالوش الحكام بيحكموا مثلا في مصر ساعات 15 ساعة، بيجي يشتغل في بطولة من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة موضوع 11 صعب بالليل جدا والساعة طبعا، 12 موضوع بالليل، متعب جدا. وانت بتيجي بقى الساعة 10 بالليل هو بقاله 12 ساعة قاعد بيحكم، بتلومه انه في كرة لمست الخط هو ما شافهاش، هو بقاله 12 ساعة تعبان وجعان وعينيه زغللت فما جيش بعد 12 ساعة اقول له انت ما شفتش حاجة قد كده. فانا لازم برضو يبقى عندي حكام كويسين، لازم اريحهم، لازم لو حصل تجاوز في حقهم لازم يبقى فيه ردع، فكلها تتظبط في نفس الوقت. تمام. انا بتفق معاك طبعا. مشكله الحكام دي خلي بالك مش مشكله سكواش، دي مشكله الالعاب في مصر كلها. طب ف... فلازم الحكام نهتم بيهم شويه في مصر بشكل عام، طب وان هم كمان ياخدوا حقهم، يعني طب ياخدوا حق المجهود اللي هم بيعملوه ده عشان يقدروا يحكموا زي ما انت بتقول بشكل كويس. وده هيشيل بقى مشاكل كتيره جدا من جذورها، يعني طب هيحل مشاكل كبيره. فالفكره الحته الفنيه للتحكيم دي حلها اكيد هيحل مشاكل كبيره. حاجه برضو تانية من الحاجات اللي كانت حاصله الفتره الاخيره، وكان فيها كلام كتير، وكان بيشتكي كتير جدا اولياء الامور واللاعبين منها، جدول المسابقات. جدول المسابقات كان في شكاوي كتير منه الفتره اللي فاتت، وحصل كذا مشكله بسببه يعني. فانت شايف يعني حل للموضوع ده ازاي، او ايه المشكله اساسا في موضوع جدول المسابقات؟ يعني الحمد لله ليا الفخر ان احسن جدول مسابقات واكتر جدول مسابقات كان منتظم ومريح كل الاطراف هو الجدول اللي انا كنت عامله من 3 سنين. مش عشان انا اللي عامله، عشان الجدول ده ما كانش فيه بس البطولات، الجدول ده كان فيه الاجازات ورمضان والعيد ومواعيد الامتحانات بتاعت نص السنة وبتاعت اخر السنة ومواعيد البطولات الدولية، سواء البطولات الدولية للناشئين او البطولات الدولية للكبار. فمن قبل ما الموسم يبتدي الجدول كان محطوط فيه، جدول كبير جدا كان محطوط فيه كل الايام وكل المواعيد، مواعيد الدوري، الارتباط البطولات ببعض، ان ما ينفعش نعمل مثلا 3 4 بطولات ورا بعض مثلا بره القاهره وبعدين نعمل 5 بطولات ورا بعض جوه القاهره. ان فكره ان كمان الناس في حركتها، انك ما تقعدش تصفره وتجيبه وتوديه وترجعه تاني، او توديه مثلا بطوله في محافظه تانية وبعدين يرجع وبعدها ب5 ايام تقوم مرجعه تاني نفس المحافظه اللي هو فيها. الجدول لازم يراعي السنه دي كل حصل التفاصيل دي، حصل بقى حاجات من كوارث دي طبعا. فالجدول لازم يراعي وتتلغي كل وترجع الحاجات دي. وقبلها بيومين اه والناس ما تلاقيش يعني. فيعني انا المشكله دي على حصل. سبيل المثال مثلا مم. من الحاجات اللي كنت بعملها ان كنت بحاول اظبط مواعيد ماتشات الدوري واماكن اقامه الدوري مع انهي اماكن دوري؟ البطولات. دوري ايه؟ طبعا الدوري هو بقاله الدوري سنتين ما بقاله تلعبش، سنتين، اكتر، صح؟ دي 3 سنة انت بتتكلم من الفتره برضو. اللي انت كنت فيها. ما انا ما دي بتكلم برضو على حاجه من الموسم ده. الحاجات اللي انا كنت يعني بما انك تطرقت لها فاقولها بقى طب برضو، انه الدوري بقاله سنتين ما بيتلعبش ليه؟ طب ما دي برضو حاجه مش مفيش اي لعبه الدوري فيها بيقف سنتين. بالظبط. يعني ايه المشكله؟ انا اصلا طول عمري بقول ان الاتحاد اصلا دوره الاساسي هو الدوري مش البطولات. الدوري ده هو النشاط الاساسي للاتحاد، مفروض لاي اتحاد، لان هو ده النشاط اللي بتلعب فيه الانديه الانديه بصفتها، طبعا. بصفه الفرق.
البطولات الفرديه دي البطولات اللعيبه اللي بياخدوا بيها رانكينج عشان والنوادي يخشوا بتصرف على المنتخب. اللعيبه عشان الدوري. دي بقى يعني المشكله، ودي مشكله انت تانية كبيره جدا حاصله النادي للنوادي. ده ثالث موسم على التوالي آه. ان بيجي لي شكاوي بقى من النوادي لما تقعد بقى مع الناس في مجالس الادارات، ان بيصرف ملايين، في انديه بتصرف ملايين على عقود وتعاقدات لعيبه وعلى مديرين فنيين وعلى ملاعب وعلى منظومه كامله. هو في الاخر النادي عايز ايه من الاسكواش؟ هو النادي عايز يكسب الدوري، بالظبط. ده اهم حاجه بالنسبه له. مش يعني طبعا حاجه حلوه ان يبقى عندك لعيب جامد يكسب بطوله، بس انت في الاخر كنادي انت عايز تقول انا النادي الفلاني، انا بطل مصر، انا بطل الدوري. فالانديه بتنفست وبتستثمر في وده لعيبتها بينعكس وفي على مستوى مدربينها. اللعيبه في الفردي كمان، لانه ما طبعا هو بينفست فيه عشان طبعا ياخد الدوري، فبالتالي اللعيب مستواه بيزيد، طبعا فبالتالي اللعيب بيحقق. طبعا فدي حاجه بتضر النادي وبتضر اللعيب كمان بتضر كل بشكل حاجه في فردي. المنظومه، لان هي ف مفروض ان ده طب يبقى هو ليه جزء وقف؟ اساسي مبني هو عليه واقف ليه؟ المنظومه. انا نفسي افهم. انا بشوف في اسباب برضو لوجستيه، صعوبه ان ما قدروش يعرفوا ينظموا، لان ما احنا جزء من مشكله المسابقات هو ان جدول المسابقات مش ثابت ومتغير جدا، وكل شويه يحصل مفاجاه كان المفروض تبقى محسوبه ان ايه ده، طلع فيه بطوله دوليه. فاحنا احنا لسه دلوقتي لسه في قرار الاسبوع اللي فات بتغيير ميعاد بطوله منطقه الجيزه عشان في ناس مسافره بطوله اليو اس اوبن في امريكا. وفي الموضوع ده بيحصل كل ميعاد اليو اس بطوله، اوبن ده بيبقى معروف معروف من 10 سنين، من السنه اللي فاتت معروف يعني. من 10 سنين مش من السنه اللي فاتت. هنغير ميعاد، في بطوله تانية اتغير ميعادها، اتبدر شويه عشان الديدلاين بتاع البريتش اوبن، لازم البطوله دي تخلص عشان الرانكينج يتحسب وبعدين نبعت اسامي الناس في البريتش اوبن. ما هي برضه البريتش اوبن بتتلعب يوم 2 يناير من ساعه ما انا كنت بلعبها، من ساعه ما انا كنت بلعبها تحت 12 هي بتتلعب يوم 2 يناير والديدلاين بتاعها يعني بيبقى في نص نوفمبر. ايه تبرير الموضوع ده؟ يعني ازاي طيب؟ يعني مش هل عايز اقول اللي بيحط المسابقه مش عارف الكلام ده؟ مش عايز اقول بقى في حاجات يمكن قله تركيز، قله اهتمام، مش عايز اقول اسباب معينه، بس في الاخر طب ما هو الناس ليها حق المحصله تزعل يا جماعه. طبعا يعني لان الناس كمان الناس احنا عندنا احنا الناس في العاديه عارفه في الكلام ده، طرفين يعني اولياء الامور عندهم الكلام بيتبهدلوا. ده. طبعا اللعيبه مذاكرتها بامتحاناتها بكمان اصاباتها، اللعيبه ساعات انت السنه دي اتكربس عليهم، لعبوا 4 بطولات مثلا في 6 اسابيع او في 7 اسابيع، بطولات جامده جدا وقويه جدا وبيلعبوا تحت ضغط جامد جدا. الاصابات زادت جدا السنه دي، الاسبوعين 3 اللي فاتوا لعيبه كتير جدا ناشئين مصابه بسبب كتر اللعب، فده جزء مهم. غير كده نص اللعيبه بتسقط في المدرسه، ما هي مش لاحق يروح وعمال يسافر وبيجي والتمرين بتاع. وفي مشكله تانية ان بقت البطولات والماتشات بتتلعب في الفتره الصباحيه في وسط الاسبوع، ودي حاجه ضرت اللعيبه كتير جدا. مفيش حاجه اسمها اني اروح العب ماتش في ميعاد المدرسه، مفيش حاجه مضطراني اعمل كده. بس انا بيتهيألي ان هو انا دايما بتبقى يوم الخميس بالليل وبعد كده جمعه وسبت، ولا بيبقى لا غير الواقع كده؟ مش كده خالص. دلوقتي البطولات كلها بتتلعب كل وسط الايام الاسبوع وبتتلعب الصبح، بتتلعب ما هي بتبتدي في الويك اند، بس هي البطوله دلوقتي بتكمل. بتقعد اسبوع او طبعا بتقعد 6 ايام. طبعا. بتتلعب جمعه وسبت وبعد كده يوم الاحد الصبح ويوم الاثنين الصبح ويوم الثلاث الصبح او طول اليوم. من الحاجات اللي كنت عاملها، ودي حاجه لازم تتعمل، من اوائل الحاجات اللي لازم تتعمل لو قدرت ابقى موجود، ان انا كنت كاتب جمله في اللائحه ان نشاط المسابقات في الاتحاد المصري للسكواش له مواعيد في الويك اند، يوم الجمعه والسبت او في الاجازات الرسميه من 9 الصبح ل 10 بالليل، لكن في وسط الاسبوع النشاط بيبتدي بعد الساعه 3. النشاط ده بقى بطولات، دوري، تدريب منتخب، اي حاجه. مفيش حاجه اسمها ان الناشئين يروح يلعب ماتش يوم الثلاث الساعه 10 الصبح، مفيش حاجه اسمها كده طبعا. فاحنا مش موجوده في بندمر مش موجودة تعليم في الولاد. اي لعبه، ما فيش اي لعبه بالظبط بتعمل مفيش كده. حاجه اسمها كده. فده جزء كمان تاني من المشكله ومن اللخبطه اللي بتضايق الناس. فالناس متاثره تعليميا، الولاد متاثرين تعليميا، متاثرين صحيا، اللي عليهم لود جامد جدا وبيجي لهم اصابات. الاهالي واولياء الامور حتى بيتاثروا في شغلهم، بيضطر ياخد اجازه اسبوع من الشغل، يسافر بطوله، يرجع تاني بعدها ب3 ايام لازم يسافر تاني طبعا.
او كان واخد اجازه الاسبوع ده، انت جيت السنه دي حصل في بطوله اسكندريه ان البطوله اتلغت ورجعت تاني بعدها بيومين. الناس حجزت ولغت. فنادق ولغت الحجز وراحت عليها الفلوس، وبعدين بعدها بيومين البطوله رجعت، كان لازم يحجزوا تاني، واللي خد اجازه من شغله وبعدين لغى الاجازه وبعدين قدم على الاجازه تاني. فلازم انا كمسؤول لازم قبل ما افكر في قرار ابقى عارف تداعيات القرار دي ايه، ما بقاش بريح نفسي وخلاص، او حتى بريح النادي بس، او بريح لعيب بس، او بريح او انا عندي عدد ماتشات عايز احطها في الجدول والعبها وخلاص. لازم افكر في التفاصيل اللي هل انا حواليا. جالي سؤال في بالي كده وانت بتتكلم على النقطه دي، م. هل انت شايف ان الحاجات دي ليها علاقه بنتيجه الاستفتاء اللي نزل على الاتحاد؟ ليها علاقة كبيرة جدا. الناس حتى مش النتيجة، واضح لو ان شفت الناس يعني الكومنتس او متضايقه. تعليقات الناس اه على النتائج، او حتى تعليقات الناس على الاستفتاء او على ترشحي للانتخابات، هتلاقي ان عندي دعم كبير جدا من اللعيبة واولياء الامور والمنظومة عامة، واضح الناس عشان تعبانه هم يعني. حسوا بالوقت اللي انا اشتغلت فيه، م. هم حسوا ان انا كنت براعي الحاجات دي. انا دايما بقول حاجه، يعني انا زي ما قلت انا عملت كل حاجه في السكواش، لعب، لعيب، اداري، مدرب، صاحب شغل، في الاتحاد، مدير فني، في كل حاجه. بس دايما بقول انا اكتر حاجه بفخر بيها في السكواش وفي حياتي ان انا ولي امر. طبعا ف ف فاكيد. ف فانا كمان واحد يعني شايف ولي الامر ده بيعاني من ايه؟ بيحصل له ايه. طبعا. فمهم ان انا ابقى مراعي كل ده، ومش بقول برضو ان انا راعي ولي الامر واللعيب واتك على النادي، او ان انا افرض حاجه على النادي. بس انا اقدر، الناس الشاطره والناس اللي عندها اولويات مظبوطه، انا اقدر اظبط كل ده يتظبط. براعي النادي في الميعاد المناسب ليه، والملاعب المناسبه ليه، وفي المشاكل اللي عنده اقدر احلها له. بس في نفس الوقت مش لازم احلها له على حساب حد تاني، كلها ممكن بس تتظبط. برضه في نقطة مهمة برضه، بما ان احنا برضه تطرقنا، معلش انا باخدك في حتت لا خالص، كده، يعني اي بس حته. انا بحب يعني لما بتيجي حاجة ليها علاقة بالكلام ساعات طبعا في اسئلة بتطلع طبعا طبعا. فجأة يعني. آه، عشان برضو كان في يعني لانه المشاكل دي واضح ان هي سببت ان ناس كتيره كانت متضايقه، وده طبعا زي ما قلنا انعكس على فكره الاستفتاء اللي اتعمل. انما كان اعضاء من الاعضاء اللي كانوا موجودين في المجلس، لان انت عارف انه حصل زي انقسام، طبعا. كانوا بيشتكوا انه احنا يا جماعه وانا عملت لقاء مع حد منهم قبل طبعا. كده وقال لي احنا بالذات حتى على بطوله اسكندريه دي احنا م. كلنا كناش موافقين على اللي حصل ده، م. ولكن اتخذ قرار تاني غير راي الاغلبيه. فانت ايه رايك في الفكره دي؟ هل ده فعلا ان هو بيحصل كده، ولا وهل الانقسام في المجلس يعني بيحصل كده؟ ولو انت موجود بقى في الحاله دي هتدير المنظومه دي بشكل عامل ازاي عشان ما حدش يجي بعد كده يقول اصل في حد بينفرد بالقرار، اصل انا مش موافق؟ لان انا فكره في حد ذاتها بالنسبه لي مش فاهمها. في مجلس، في اجتماع، في يعني في بيتاخد تصويت. تصويت، في محضر بيتكتب فيه بالظبط الحاجه. بالظبط فازاي يبقى كل الكلام انه في شخص واحد هو اللي بينفرد بالقرار؟ يعني بالظبط. الفكره في حد ذاتها انا يعني لانه لو فعلا كان في شخص واحد بينفرد في القرار يبقى الناس دي فعلا كانت مظلومه، طيب. لو هو الموضوع بيدار بهذا الشكل. فانت ايه رايك في الحته دي يعني؟ اولا مش هتكلم ان انا ما كنتش قاعد معاهم، بس انا بتكلم عامه على اي مؤسسه، مش حتى اتحاد، اي مؤسسه بتدار من خلال رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره. زي ما انت قلت، مفيش حاجه اسمها قرار واحد بس مفيش حاجه اسمها بينفرد بالقرار، لان هي دي مش شركه خاصه، ان مش واحد صاحب الشركه فبينفرد بالقرار هو والباقيين غلط، موظفين. هو غلط طبعا، فمفيش بس حاجه اسمها كده. ومش بس مفيش حاجه اسمها كده من حيث المبدأ، هو من حيث اللوائح مفيش حاجه اسمها قرار مجلس اداره واحد بس او اتنين هم اللي واخدينه. ففي دايما سيناريوهين، يا اما في حاجات بتتعمل من غير قرار مجلس اداره، ودي حاجه غلط. ما هو لو حد م. بينفرد بالقرار والباقيين معارضين، معناها ان في قرارات بتتاخد او حاجات بتتنفذ من غير موافقه مجلس الاداره، ودي حاجه غلط حتى من ناحيه اللوائح. او السيناريو التاني، ان حد شخصيته قويه وبقى مسيطر جدا، ان هو بيقدر يفرض القرار غصب عن الناس التانية، بس الناس التانية بتبقى بقى ضمنيا موافقة، بس م. موافق غصب عنه. لكن يعني لو في قرار بإجماع خلاص ما حدش يقدر يقول حاجة. م.
وده غلط برضه. صح. وده مش مساله انه غلط، ما هو ده بيدين الانصاع لقرار هو مش هو ما موافق بيقولش انه عليه. انصاع، هو طبعا لا ده بيقولش انه انصاع، هو بيقول انه بيتفاجئوا دايما ان ده بيحصل. سواء يعني كده. بيتفقوا على حاجه، ما حاجه تانية هو ده بتحصل. ما هو ده معناه ان ده مش قرار مجلس اداره. ما هو لو قرار مجلس اداره لازم يبقى الاغلبيه موافقه عليه. فدي مم. حاجات يعني اداريه. فنيه تكنيكال سهل قوي تبان. بس انا الموضوع ده كله بصرف النظر عن تفاصيله المفروض انه يبان في حينه. يعني مش مفروض انه يتقال في موسم الانتخابات. مم. ان اللي سواء بقى من الطرف ده او من الطرف ده ما ينفعش. ما هو انت عندك ناس بتقول ده في انفراد بالقرار واحنا ما كناش موافقين، وعندك حد تاني بيقول والله لا ده هم عندهم أغلبية وفرضوا القرار بالأغلبية بتاعتهم وانا ما كنتش موافق. مم. بصرف النظر بقى، واحنا ولا هنقول اسامي ولا هنقول القرار، بس احنا بنتكلم عن مبدأ عام. سواء انت اللي ما كانش موافق على القرار او اللي شايف ان ما احنا في شكاوى وحاجات اتبعتت للوزاره واتبعتت للجنه الاولمبيه صح. من اعضاء مجلس الاداره ضد اعضاء مجلس اداره تانيين. صح. مكتوب في مش هنتكلم على التفاصيل، بس مكتوب في الشكوى ان في قرار اتاخد واحنا ما كناش موجودين او احنا ما كناش موافقين بالظبط. المهم الحاجات دي كلها مش مفروض ان وقت الانتخابات واحنا داخلين ضد بعض. هو مم. وقتها من سنتين لما حصلت. ما هو انت لو انت قاعد في مجلس اداره وشايف ان حد خد قرار من غير ما ياخد رايك، او ان حد انفرد بقرار من غير موافقه مجلس الاداره، في يومها تشتكي وفي يومها وبيتسبب في تقول كل المشاكل دي، ما انت. وفي يومها تقول. يعني ما هو صح. ما يعني ما هو مثلا ما هو موضوع السوفت وير توابع. ده بقاله 6 اشهر، ما بقالوش مم. اسبوعين. مواضيع تانية كتيرة بقالها سنة وسنتين وثلاثة. موضوع اختيار المنتخبات، اختيار المدير الفني، تلاقي حد دلوقتي بيقول لك المدير الفني اللي اختاروه لسفرية من سنتين انا ما كنتش موافق عليه، مم. بس ده فرض عليا. طب انت من سنتين ليه ما طلعتش قلت ده في مخالفة ولا في حاجة؟ فهي الموضوع ده الأهم فيه مش تفاصيله دلوقتي. الأهم فيه دايما إن لما يبقى فيه مخالفة يا جماعة، ولا لما يبقى فيه حاجة ضد اللوائح تتقال في وقتها. طب بمناسبة المخالفات بس. انت اللي فتحت موضوع المخالفات دي، لان انا كنتش عايز اتطرق ليه، ولكن خلينا بقى نتكلم برضو في موضوع المخالفات. حصل ان في اتقال والكل يعلم هذا، ان في مخالفات حصلت وفي طرف اشتكى الجهات المعنية والجهات المسؤولة على المخالفات دي، وما عرفناش ايه اللي حصل في المخالفات دي. النقطة الأولانية. النقطة الثانية، طيب بما انك انت عارف المخالفات وعارف ايه المخالفات دي، ليه ما اشتكيتش انت بنفسك الاطراف دي؟ ليه ما روحتش واتكلمت مع الوزارة مثلا، او قلت لهم على المخالفات دي بما انك انت عارفها؟ يعني لانه المخالفات دي يعني ضد ناس هم نازلين ضدك في الانتخابات. فليه ما عملتش كده لو هي في مخالفات فجة حصلت يعني وانت تعلم بيها؟ كذا سبب. أولا انا حتى الناس عارفه عني، انا من ساعه ما كنت بلعب من وانا عندي يعني من 40 سنه رياضه وتنافس ما كسبتش ماتشات بالانسحاب. انا بحب العب الماتش واكسبه. وشايف اني مش محتاج ومش طريقتي ان انا عشان احاول اكسب انتخابات ان انا ازم في المنافسين، او ان انا احاول اخرج المنافسين من المنافسه، او ان انا احاول برضو يعني اللي انا لسه بتكلم فيه، اللي بقول ان مفروض ان الناس في مجلس الاداره الحالي ان انا بلوم عليهم ان هم ابتدوا يتكلموا في مشاكلهم وقت الانتخابات. برضو انا ما احبش ان انا اخش ارشح نفسي في الانتخابات واقول يا جماعه ده المنافس بتاعي عمل وعمل وعمل، او المنافس بتاعي مش كويس. دي مش طريقتي خالص، ودي حاجه يمكن اتعلمتها من ابويا. انا ابويا كان طول عمره عضو مجلس اداره في نادي المعادي وفي حتت كتير. من وانا صغير انا اتربيت على طريقه انا بخش الانتخابات بروح بعمل دعايه للناس عشان انا كويس، مش عشان المنافس بتاعي وحش. فدي حاجه اخلاقيه يعني انت ومبدئيه عايزه يبقى فير بتاعتي. جيم يعني. انا احب ان انا كلعيب اتمرن كويس واجهز نفسي كويس للبطوله واخش العب الماتش واكسبه بمجهودي، مش ان انا احاول
اكسب الماتش بطريقه مختلفه. دي حاجه من ناحيه. الحاجه التانية، المخالفات موجوده، مش مفروض ان انا اللي اقول المخالفات دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، ولا مين اللي خالف ولا مين اللي ما خالفش. حتى عشان كده انا قاصد ان انا مش بتكلم في مخالفه معينه ولا بقول اسامي معينه. المخالفات اللي موجوده دي ناس كتير كتبت تقارير، وناس بعتت للوزاره، وناس بعتت للجنه الاولمبيه، وناس بعتت لجهات تانية رقابيه، مخالفات مختلفه ضد اعضاء مختلفين في الاتحاد، او سواء زي ما قلت في ناس هم مشتكين بعض. الموضوع ده كله مش مفروض يكون متساب ان الناس هي اللي تقعد تشتكي في بعض. ما دام الحاجات دي اتقدمت للجهات المعنيه، الجهات المعنيه هي اللي عليها انها تحقق فيها، وهي اللي تاخد قراراتها، بعيد عن الجزء الشخصي بتاع انا اشتكيك وانت تشتكيني. ما دام انت عندك مخالفات، الجهه المعنيه هي اللي تحقق فيها وتسمعك وتسمع الطرف الثاني. واهم من انها تحقق فيها، انها لما توصل لنتيجه يا اما تبرئ طرف او تبرئ كل الاطراف، يا اما تاخد اجراء ضد طرف المدان، يا اما تدين طرف وتاخد ضده اجراء. هي دي شغلة الجهات المعنية، والا ما تبقاش معنية. لانه انا بتفق معاك مليون في المية، بس لانه عدم اتخاذ اي قرار او انه مفيش اي حاجة حصلت، ده بيبرئ الناس اللي تقدم فيها حاجة. لانه انت دلوقتي انا تقدم فيا شكوى وراحت الوزارة وانا نازل الانتخابات عادي مفيش اي مشكلة وبقابل وعندي قايمة، يبقى ده معناه ان انا ما عملتش حاجة. صح ولا ايه؟ ولا صح ولا غلط. لان هو بقول لك زي ما انا قلت يعني هو ولا طلع قرار زي ما انت بتعمل قضيه في المحكمه وما بيتحكمش فيها. انت شايف انها اتحط فيها. المصطلح الشهير بتاعنا اللي هو ايه، اتحطت في الدرج او اتحقق فيه. يعني هي القضيه اتحقق فيها او حتى في مخالفات معينه المستشار القانوني سمع شهود وسمع شهادات من ناس، بس في الاخر برضو ما حصلش قرار. فانت في الاخر في قضيه مفتوحه في المحكمه ما اتحكمش فيها ولا بالادانه ولا بالبراءه. فهي النتيجه واحده، هي ولا بتقول ان ده كويس ولا بتقول ان ده وحش، هي بتقول ان في الاخر الموضوع ما اتعملش فيه حاجه. طبعا هم كل الجهات بقى هي اللي بتناقش المواضيع دي، هم ليهم طريقتهم في التعامل. وانا بشوف يعني انها مسؤوليتهم دي. اكيد طبعا مش مفروض تبقى خناقه الناس مع بعض، ومش المفروض تبقى على الملأ ويبقى الناس كلها بتتكلم فيها والاولياء الامور. يعني دي حاجه برضو اللي خلاها اقدر برضو عندي لوم على الجهات المعنيه شويه في حاجات. زي عارف في القضاء يقول لك بطء التقاضي، يقول لك في القضايا ان المحاكم زحمه والقضيه بتروح ترفع قضيه فتاخد حكم مثلا بعد 5 سنين. ايوه. فمشكله البطء في اتخاذ القرار ان لما بيحصل مشكله والناس بتبقى شايفه ان مفيش قرار اتاخد فيها، فهو بيعمل ايه؟ بيبتدي بقى يعلي صوته، بيبتدي بقى يطلع ده انا رحت اشتكيت ومحدش عمل لي حاجه. طب انا هطلع على السوشيال ميديا وهطلع على الفيسبوك هاخد حقي بنفسي والمستندات بقى اللي انا بعتها دي هطلع بقى انشرها للناس وهطلع اعمل مشكله وهطلع ازعق واصرخ في الشارع. فهو المشكله في الحكايه دي هو لما الناس بتحس ان مفيش سرعه في البت في الامور، حتى لو هددت في الامور وتقول لا ده ما حصلش او ده ما كانش فيه سوء نيه او ده ما كانش مقصود بيه كذا وخلاص وناخد قرارات. انا دايما بحب كده في كل حاجه. بس طبعا في الاخر المواضيع لما تتقفل على طول خلاص هتمنع بقى اللغط والكلام اللي هو ملوش اي لازمه. او الناس تقعد ده كل المرشحين المفروض يستبعدوا من الانتخابات. دي مش انا ما اطلعش اقول كل المرشحين المفروض يستبعدوا من الانتخابات. انت الجهه المعنيه بتنظيم الانتخابات تطلع تقول والله ما فيش حد من المرشحين كلهم كل حاجتهم مظبوطه، المخالفات حققنا فيها وما لقيناش ان في مخالفه تستدعي الاستبعاد، فالمرشحين كلهم مفروض يبقوا موجودين. او تطلع تقول احنا حققنا ولقينا غلط وده مفروض يستبعد. دي شغله الجهات المعنيه، مش شغله ان الناس تقعد تتخانق مع بعض. بس انت تبريرك انت على الموضوع بالنسبه لك ان انت مش عايز تخش في الحته دي. انت انا قاصد عشان انا عندي القناعه عايز تكسب مجهودك. مش يعني دي يعني مش دي انا ما بحبش اخش في بس احنا بنشوف الجيمز دي بتتلعب في الانتخابات كتير طبعا. يعني اللي هو انا ما بحبش العب الجيم وفي الاخر اصل الانتخابات ليها يعني دي لعبه انتخابيه زي ما برضه يعني ده انا برضو زي ما قلت مش عايز اقول لو حد عمل كده ان هو شخص طبعا وحش او حاجه. لا خالص، مش مساله وحش، هي طرق مختلفه. انت عندك مبدأ معين في انا عندي المبدأ ده، وزي ما قلت علاقتي كويسه بكل المرشحين وعلاقتي كويسه مع المرشحين كمان المتنافسين معايا على الرئاسه.
مفيش حد بيتجاوز ضد الجميع حد، كل ومفيش الناس حد. محترمه يعني، ما ف فيش حاجه، ف بس احنا ف بندور على الاصلح يعني. ف بحاول ان دي تبقى دي انتخابات حرة نزيهة، وزي ما قلت بالانجليزي كده فير جيم. الناس بتختار اللي هم شايفينه اصلح. لو في جهة معينة شايفة ان في حد عنده مخالفة، هم اللي يبتوا في ط المخالفة. حلو جدًا. أنا جالي برضه حاجة كده، أنا طبعًا عايز يعني مش هينفع برضه نمشي النهارده من غير ما نتكلم عن المستقبل بقى، طبعا ونتكلم ده اهم عن من كل اللي فات. يعني كُلّه مهم، بس يعني ما طبعا هو الماضي بيتبني عليه المستقبل، بالظبط. فوجهة نظرك في اللي بيحصل دلوقتي واللي حصل زمان هي اللي هتبين للناس أنت طبعا هتعمل إيه، طبعا فيعني طبعا. فطبعًا عندنا حاجات عايزين نتكلم فيها. بس قبل الموضوع ده كده برضه حاجة سريعة كده عايز أسألك فيها. رأيك أنت أكيد طبعًا قابلت أندية كتيرة دلوقتي وقابلت مجالس إدارات كله. وبتتكلم معاهم، أنت شايف الناس بعيدة خالص والّا رأيهم إيه في الكلام اللي إحنا بنقوله؟ يعني الناس متابعة الأحداث اللي بتحصل دي والّا لأ؟ يعني لعبة الانتخابات أصلها لعبة تانية خالص غير الكلام ده كله، فهل الناس قريبة والّا الناس بعيدة؟ ويعني رأيك إيه في اللي حصل الفترة اللي فاتت دي؟ طبعا وفي يعني ما اقدرش اقول يعني. طبعا بطبع ان الانديه عنده 30 لعبه، فمش طبيعي ان انت لما تقعد مع مجلس اداره النادي هتلاقي ان مجلس اداره النادي ده عارف مشاكل ال 30 لعبه. حاجه طبيعيه جدا. الطبيعي ان بيبقى فيه مثلا كل مجلس اداره في عضو مثلا في مجلس الاداره هو اللي مهتم شويه بلعبه اكتر. ساعات بيبقى فيه عضو مجلس اداره هو اصلا مثلا ولي امر لحد من اللعيبه، او هو اصلا كان لعيب في اللعبه دي، او كان يعني داخل فيها بطريقه ما، فده بيبقى مهتم شويه اكتر. لكن مش الطبيعي ومش مطلوب على فكره ان طبعًا، كل طبعًا. الناس بس في حاجة تبقى عارفه كويسة كل النوادي حاجه. عملتها، إنهم آه. يعني أنا خدت بالي إن في بعض ب- نوادي كتيرة بقت مهتمة إن هي تقعد بنفسها مع المرشحين وتسمع منهم، يمكن ده ما ابتدت كانش بيحصل لسه. أوي زمان. وابتدت بحاجه كويسه قوي من كابتن محمود الخطيب، ان في مثلًا النادي الاهلي طبعًا، هو قابل كل مرشحي الرئاسه والناس اللي معاهم. دي طبعًا. حاجه كويسه جدا، ودي حاجه دايما انا بشجع عليها كل الانديه. حلوة جدًا طبعًا. لسه بقيه الانديه ما عملوهاش بنفس الطريقه. طبعا في انديه عندهم مرشحين، إمم. فبيبقى فبالتالي هو طبعًا بيبقى مع المرشح بتاعه. في أكيد. انديه انت اللي بتحتاج تكلمه عشان تروح تقابله، برضه مفيش مشكله. بس طبعا ثقافه كويسه ان الناس تقابل وتسمع كل المرشحين، لان حتى ساعات انا دايما بقول ايه، ممكن يكون انت عندك مرشح معين في دماغك، ولظروف ما حتى مثلا المرشح ده مثلا ينسحب، فتبقى فانت عارف مهم مين انك تاني. تبقى عارف مين الناس التانية، صح. حتى عشان انت حتى تبقى زي اي ترشيح في اي حاجة. انت عارف مثلا في 10 تنفار، انت عارف انا بالنسبة لي هو ده احسن واحد، بس على الاقل لازم تبقى عارف مثلا مين تاني احسن واحد، صح. عشان لو في حاجة اتغيرت، لو في آه، بتكتشف حاجات مختلفة كل يوم. زي ما انت بتقول طبعًا. الانتخابات فيها تغييرات وفيها حاجات وفيها أندية بتكلم أندية كل وفيها يوم في فيها حاجة حاجات جديدة. مختلفة. فأنا بالعكس يعني أنا لو مكانهم أنا ببقى عايز أعرف الناس كلها. حتى وفي ممكن الآخر آخد انا القرار اللي أنا ممكن اقعد عايزه مع يعني. حد عشان اتاكد انه وحش، مش عشان اتاكد انه كويس. ما انا ممكن اقعد اسمعه واشوف افكاره. لو حد قال لي لا ده مش كويس وده مش فاهم ولا حاجه، انا احسن لي اقعد معاه وابقى متاكد انه مش فاهم، عشان ابقى باني كلامي كده، ابقى بشكل عارف فعلا مين الكويس ومين لأ، أنا الوحش. عجبتني أوي بصراحة، لإنه النادي الأهلي عادةً ما كانش بيعمل الحكاية دي، بس طب السنة دي قعدوا مع كل الناس، طب وأنا شايف إن دي سُنّة حلوة. وعلى فكرة جد النادي الأهلي بيبقى عنده مرشحين في كل القوايم، يعني دايمًا بيبقى عنده مرشحين يعني، إنما هم قعدوا مع الناس كلها وسمعوا مع الناس كلها، وفي الآخر خدوا القرار اللي هم عايزينه. بالظبط. فبنتمنى إن كل الأندية يعني يعني تمشي في نفس الطريق ده، وبعد كده وتبتدي تعمل الحكاية دي، وما فيش حاجة إجباري على حد، كل واحد من حقه يختار اللي هو بالظبط. عايزه، بس يبقى عارف هو مين نازل وبيقول إيه وبرنامجه إيه والكلام ده كله يعني. فأنا كنت عايز بس أختم لا لا، الحتة دي، حاجه مهمه، لأن حاجه حاجة أنا مهمه افتكرتها جدا. وهي كانت حاجة كويسة أوي حاجه حصلت، مهمه جدا. وإن شاء الله إن هي تبقى ليها دور في الفترة اللي جاية دي. ان شاء الله. طبعًا يعني بما إنك معانا النهارده، بإننا بقى خلّصنا كلام عن كل المشاكل اللي حصلت والحاجات، وكان مهم جدًا إن إحنا نتكلم فيها ونعرف رأيك إيه فيها. مهم برضه إن إحنا نتكلم عن المستقبل بقى إن شاء الله، لو اتوفقت وبقيت موجود الفترة اللي جاية.
الفترة اللي جاية دي من أهم الفترات في تاريخ السكواش. أنا بحس إن هي حاجة طبعا. مهمة جدا في تاريخ السكواش. فكرة إن مصر مش مصر إن السكواش تأهل للأولمبياد، أو هيبقى لا يعني بقى لعبة من الألعاب اللي موجودة في الأولمبياد في لوس أنجلوس. فدي حاجة مهمة جدا، وحاجة كان كل المجتمع السكواش بيدور عليها. يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس برضو مهم تاني طبعا. ان احنا نتكلم فيها. عايزين نعرف انت رأيك ايه اصلا في موضوع دخول السكواش الأولمبياد، وشايف ده يعني التفاعل مع الحدث ده هيبقى عامل ازاي من ناحيتك الفترة اللي جاية، والتداعيات بتاعته يعني. طبعا يعني جملة لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة معمولة للموقف ده. احنا بقالنا السكواش بقاله 100 سنة مستني اليوم ده. اه طبعا اكبر حاجه واهم حاجه حصلت للسكواش هو القرار بتاع ان السكواش يبقى في اولمبياد لوس انجلوس 2028. برضو زي ما احنا عارفين ده لسه ما اكدش ان السكواش هيفضل لعبه اولمبيه، يعني هو هيبقى في الاولمبياد الجايه، لسه مش عارفين هيكمل بعد كده ولا لا. فبالتالي احنا عندنا، هرجع بقى مش للسكواش، احنا يهمنا مصر، يهمنا لعيبه مصر وايه اللي احنا نقدر نستفيده من كده، لان احنا بقالنا 20 سنة بنقول احنا مكتسحين السكواش في كل حاجة، في كل البطولات. نفسنا السكواش يبقى لعبة أولمبية، لان ده هيفرق معانا جدا في جدول الميداليات، وهيفرق جدا في ترتيب مصر في الميداليات الأولمبية. مميزات كتيرة جدا ان السكواش بقى لعبة أولمبية. طبعا في جزء منها مميزات ليها علاقة بالرعاية، وليها علاقة بالفلوس اللي اكيد ممكن طبعا. تخش في اللعبة، اكيد. وباهتمام كل الدول، مش مصر بالسكواش كلعبة أولمبية. في مميزات كتيرة قوي، وبانتشار اللعبة وكل حاجة، وكل التطوير اللي هيحصل في اللعبة في الفترة الجاية. بالنسبة لمصر ميزه كبيره قوي طبعا ان بتدينا فرصه ان احنا نزود ميدالياتنا في الالعاب الاولمبيه الجايه، وان شاء الله تحصل. بس في خطر كبير قوي علينا من حتتين، ان ده طبعا بيخلي الدول التانية كلها بتهتم زياده بالسكواش. زي ما قلت، الاولمبياد بعد 4 سنين، مفيش اي دوله مهما كانت كبيره ومهما كانت عندها امكانيات هتعرف تطلع ابطال في 4 سنين. هو عقبال ما يبتدي طبعا. يهتم باللعبة عايز 10 15 سنة عشان يبقى عنده أبطال. فبالتالي أي دولة كبيرة عايزة يبقى ليها نتائج في السكواش في الفترة الجاية، هتبص على مين؟ هتبص على مين أجمد دولة في العالم في السكواش، سواء من حيث اللعيبة أو من حيث المدربين، اللي هو مصر. طبعا. فأنت دلوقتي تاني يوم ما السكواش ده بقى لعبة أولمبية، كل البلاد اللي مهتمة بالسكواش وعايزة تعمل سكواش جامد عندها بصة على لعيبتك وبصة على مدربينك، الحاجتين. ايوه، احنا شفنا الفترة الأخيرة حصل مدربين عندنا كتير مشكلتين: هجرة مدربين حاصلة، مدربين كتير قوي راحوا أمريكا، طبعا. ومدربين كتير راحوا الصين. البلدين دول بالذات خدوا مننا كتير. البلاد العربية ابتدت تاخد مدربين كمان. صح. فدي مشكلة كبيرة فنية، ان انت بتضعف فنيا، ودول من احسن مدربينا، وعدد كبير دلوقتي. عدد المدربين الكويسين اللي في مصر اللي عندهم خبرة كبيرة دلوقتي ما بقوش كتير. فدي مشكلة فنية وبتأثر على اجيال لقدام. المشكلة التانية مشكلة بقى اللي اتكلمنا فيها قبل كده، بس دلوقتي بقت واضحة جدا، مشكلة التجنيس. طبعا. ان هو دلوقتي هيبص على لعيبتك. للأسف الاتحاد الدولي للسكواش مش من الاتحادات اللي عندها لوائح وقوانين واضحة وقوية في موضوع التجنيس. يعني في اتحادات تانية لرياضات تانية عندها شروط واضحة جدا، ان انت لو لعيب اصلا مثل لعب باسم بلد معينة، مثلا ما ينفعش يلعب باسم البلد التانية لمدة مثلا 5 سنين، ليها قاعدة معينة، او بعد سن معين مفروض، يعني ليها رولز وليها قواعد. القواعد بتاعت الاتحاد الدولي للسكواش مطاطة شوية وما هياش واضحة في الموضوع ده، ومحتاجة توضح ضروري. كان لازم توضح طبعا قبل ما السكواش يبقى لعبة أولمبية، لأن في وقت كانوا بيقولوا مثلا إن محتاج تبقى على الأقل بقالك 2 سنين ما مثلتش بلدك فتقدر تلعب باسم بلد تانية. ده دلوقتي ده لو هم 2 سنين بس، ده بيفتح السكة إن أنت لعيبتك كلهم ممكن يمشوا، لأن لسه فاضل 4 سنين. طبعا. ما لهاش، يعني مش عايز اتكلم بس عن على المشاكل او عن الخطر.
عايز اتكلم الاهم عن نحلها ازاي، او ازاي نتفادى ان المشاكل دي تحصل لنا. عندنا حاجتين عشان نحلها، لازم نحلها من ناحيتين. لازم نحلها من ناحية ان احنا ندي اهتمام اكتر للناس، للعيبة وللمدربين، سواء بقى اهتمام بظروفهم، اهتمام مادي عن طريق الرعاة، عن طريق ما هو المدرب اللي بيسافر يشتغل بره ده هو بيسافر يشتغل بره عشان دي فرصة احسن من الناحية المادية، مش من ناحية هو مفيش حد غاوي شحططة وسفر. نفس الحكاية اللعيب اللي بيدور على التجنيس او اللي بيجيله فرصة تجنيس بيفكر في حاجتين، في جزء مادي برضو، في اغراء مادي، وفي جزء تاني كمان له علاقة بالاهتمام وبالرعاية يعني احنا حتى لما اتكلمنا شوية على وقت ما الشرباجي سافر، قلنا هو عنده جهاز فني كامل، عنده مدرب ومدرب benefits. لياقة بدنية وحد بتاع صح. علم نفس رياضي وحد بتاع تغذية وحد بتاع علاج طبيعي وعنده اهتمام اعلامي كمان. ففي مميزات غير الفلوس كمان، فدي حاجات احنا لازم نديها للاعيبتنا. انا ما اقدرش امنعه، لان في الاخر انا ما ينفعش امنعه بالعافيه انه يسافر او انه يلعب باسم طب بلد تاني. القانون بيسمح له، هتمنعه ازاي؟ بالظبط. لكن انا على الاقل لازم اديله كل الرعايه اللي اقدر اديها له وكل الاهتمام اللي اقدر اديه له. والله لو انا عملت اللي عليا وعملت كل ده وفي الاخر حد قرر يسافر، خلاص، بس على الاقل النسبه اللي هتسافر هتبقى اقل بكتير. اكيد. فلازم على الاقل ما يبقاش حد بيقول انا مسافر، او حد يبقى فعلا مش هيسافر، حتى هيفضل عندك هنا بس بيلعب باسم بلد تانية. ما ينفعش يقول انا بعمل كده عشان ما لقيتش اهتمام، او بعمل كده عشان عندي خلافات مع حد في الاتحاد فمستقصدني مثلا، او بعمل كده عشان انا مش لاقي راعي ومش لاقي كذا. فانا على الاقل لازم احل المشاكل دي وابقى عملت اللي عليا، ما فده اظنش ان في هيقلل حد جدا هيبقى الناس. متوفر له كل حاجه في بلده وهيقرر ان و... هو يروح يلعب باسم بلد تانية، آه، طبعا الا حالات يعني بالظبط، وخلاص ما عندكش صغيره. كنترول عليها. صح. بس في مشكلة تانية بقى يعني محدش لسه ابتدى يتكلم فيها، ولازم يبقى فيها كلام على طول بسرعة، ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا تأثير جامد على الاتحاد الدولي للسكواش في عدد اللعيبة اللي هيشاركوا في الأولمبياد. ودي حاجة لسه محدش فكر فيها، ومستغرب ان الموضوع ده ما تناقش ما حاولناش نبتدي نضغط فيه من دلوقتي. لغايه دلوقتي مفيش قرار رسمي بحجم البطوله. مثلا البطوله الفرديه لغايه دلوقتي الاولمبياد هتلعب فردي بس مش فرق، بس فالبطوله هيبقى هتبقى في كوتا فرديه. للبلاد ولا بالظبط. بالترتيب؟ ما لغايه دلوقتي اللائحه ما اتحطتش بتاعه البطوله، بس التوجه العام واللي متقال لغايه دلوقتي من الاتحاد الدولي ان يبقى فيه كوتا للبلد باتنين لعيبه، 2 لعيبه في الرجال واتنين لعيبه في السيدات. ودي بالنسبه لمصر كارثه، كارثه طبعا. لان احنا زي الناس اللي متابعه السكواش، انا عندي 6 أو 7 في اول 10 لعيبه. فانت لو هتاخد 2 بس، انا نمره 3 على، يعني انا حاليا في السيدات نور الشربيني، نوران جوهر، هانيا الحمامي نمره 3. فانت لو بتاخد 2 بس، معناها ان رقم 3 على العالم مش هتشارك في الدوره الاولمبيه دي. رقم 3 على العالم مش رقم 3 في مصر. صح. ودي حاجه مجحفه جدا وظالمه جدا. ف فلازم يحصل ضغط على الاتحاد الدولي ان في لعبه زي السكواش ما ينفعش تتعامل معاها زي العاب تانية. ان لعبه زي السكواش انت في بلد فعلا في منها اكتر من 50% من التوب 100 بقى كمان. فانت لو هتعمل الدرو او جدول البطوله من دور ال 32 مثلا، ال 32 دول في منهم 20 مصري. انت لو شلت كل المصريين وقلت هاخد 2 بس، البطوله كمان مستواها هيضعف جدا. فالتوجه العام لغايه دلوقتي هم 2 لعيبه. وطبعا ما نقدرش نلوم الاتحاد الدولي او عامه البلاد التانية ان هو شايف انه احسن له من مصلحته ان يبقى الناس اللي بتكسب ميداليات من بلاد مختلفه. هو مش عايز طبعا. الاحتكار لا، بتاعك. ونسبه المشاهده كمان هو بالظبط. هو مش عايز ان انت تبقى محتكر، ان هو لو البطوله مفتوحه، ما احنا زي احنا في بطولات العالم انت هتاخد اول وتاني وتالت. فزي الناس دايما بتمشي تقول ما مبروك الاسكواش دخل الاولمبياد، هناخد الميداليتين فضه وميداليتين ذهب وميداليتين فضه وميداليتين برونز، اول تاني تالت هنا واول تاني تالت هنا. هم مش عايزين كده. بس في نفس الوقت احنا مش بلد صغيره في الاسكواش، احنا لازم يبقى لينا تقل ولازم يبقى لينا ضغط
على الاتحاد الدولي وعلى متخذي القرار في الموضوع ده بس وعلى هل ده اللجنه بيرجع الاولمبيه للاتحاد الدولي الدوليه. ولا اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ لا، القرار ده بيبقى اللجنه الاولمبيه الدوليه ساعات بتحدد عدد اللعيبه، يعني ممكن تقول لهم البطوله هتبقى يا اما من دور ال 64 مثلا او من دور ال 32، وحتى ساعات الدوله المضيفه بتقول انا عايزه حجم البطوله ما يبقاش اكبر من كده عشان عدد البعثات وعشان حاجات ليها علاقه بالاقامه والحاجات دي. فاللجنه الاولمبيه الدوليه اخرها بتحدد حاجه ليها علاقه بالعدد، او زي مثلا البطوله هتبقى فردي ولا فردي وفرق. لكن مش هيخش بيسيب كل اتحاد بتاع لعبة هو اللي يقول بقى بطولته تفاصيلها هتتعمل ازاي. فكرة بقى الكوتا والحاجات دي ده الاتحاد الدولي للسكواش هو اللي هيقررها، وليها مخارج كتيرة لو انت بتضغط كفاية. يعني ما هو ممكن يقول اني هاخد 2 من كل بلد من الرانكينج مثلا، لكن يقدر يقول انا هاخد بطل كل قارة، فانت تقدر يبقى عندك واحد تاني كمان بطل افريقيا يتأهل. يقدر يقول هاخد بطل بطولة العالم الفردي، اللي زي ما انت في العاب كتيره بيقول لك في واحد ممكن يتاهل عن طريق بطوله القاره، وفي واحد ممكن يتاهل عن يقول لك دي بطوله العالم بتؤهل اول 5 مثلا في بطوله العالم بيتاهلوا للدوره الاولمبيه. وفي دايما طرق مختلفه صح. للتاهل، فانت محتاج تضغط ان يبقى في طرق مختلفه للتاهل تسمح لك ان انت يبقى عندك عدد اكبر من اللعيبه، عشان ده اولا بيزود فرصك في الميداليات، واهم من كده بقى بيقلل فرص التجنيس. لان في الاخر لو اتاخد قرار ان هم 2 لعيبه بس اللي هيروحوا الاولمبياد وانت عندك 20 لعيب جامد، ما تقدرش تلوم اللعيب رقم 10 ولا اللعيب رقم 15 عندك انه بيحاول يلعب باسم بلد تانية، لان هو بالنسبه له امل حياته انه يلعب في الدوره الاولمبيه ومش عارفين اللاعب التاني ولا لا، وهو بالنسبه له حاجه مستحيله انه هيتاخد. اذا كان انت بتقول له هاخد 2 وهو نمره 10، فبيقول لك حتى لو الاثنين دول مثلا الاثنين اصيبوا ما هو هيلعب نمره 3 و4 هم اللي هيروحوا، او نمره 5 6. انما لو هو نمره 10 لا وخلي بالك ان هو لو نمرة 10 ممكن وراح ببلد تانية هيبقى نمرة 1 في البلد التانية وعنده فرصة يطلع ثالث يعني ايوه ياخد ميداليه اولمبيه. ايوه هو يعني مش مساله المشاركه عنده فوق. ما انا زي ما اديت مثل في البنات، انت عندك رقم 1 و2 و3 على العالم، فلو الاولمبياد اتعملت بكره انت هتقول لهانيا الحمامي رقم 3 على العالم اسفين مش هينفع تشاركي باسم مصر، وهي رقم 3 على العالم وهتقدر وعندها فرصه تاخد ميداليه برونزه وميداليه ذهب كمان عادي. طبعا. فما تقدرش تلومها انها تفكر في الموضوع. فمهم جدا يبقى دور اساسي وتركيز اساسي للاتحاد في الفتره الجايه الضغط على الاتحاد الدولي والمفاوضات، ان انت لازم يبقى فيك طرق مختلفه وعدد لعيبه اكبر تشارك في الاولمبياد. دي هتحل المشكلتين، هتحل ان نتائجك تبقى احسن، وهتحل كمان في مشكله التجنيس. فدي حاجه مهمه جدا. طبعا دي حاجه مهمه جدا، ده ملف مهم جدا مهم طبعا لازم يتعمل على طول. عظيم. حاجه برضو بانك بتتكلم بقى على الاتحاد والملفات، اخيرا كده عايز برضو سريعا كده عايز اعرف منك فكرتك في تنظيم اداره الاتحاد بشكل عام هتبقى عامله ازاي؟ التمويل وجلب بقى يعني المفروض الفتره اللي جايه دي يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لكم شويه في حته التمويل، بما انكم دخلتوا الاولمبياد هيبقى في ناس كتيره مهتمين، فبرضه يعني بتفكر في الحكايه دي ازاي؟ الرعايات، رعايه الاتحاد، رعايه اللاعبين، رعايه البطولات، يعني قول لنا كده سريعا تصورك ايه للحاجات المهمه دي. طب خلينا ابتدي من الاخر، من الجزء بتاع التمويل، لان هو مرتبط شويه زي ما قلت بموضوع ان السكواش بقى لعبه اولمبيه طبعا. وده فعلا بقى مفيد جدا بالنسبه للرعاه. حاجه من الحاجات اللي يعني بلوم عليها شويه الاتحاد في الفتره السابقه ضعف التمويل بتاع الاتحاد وضعف الرعايه. الاتحاد ما فيهوش حتى مثلا حد بتاع تسويق، او ما فيهوش لجنه بتاع تنميه موارد. ادى شويه ان التمويل مش منتظم. موارد الاتحاد حاليا عباره عن اشتراكات اللعيبه، اللي هي حاجه ما بيتعملش فيها مجهود عشان تيجي. لازم في الفتره الجايه اولا التمويل والرعايه بتاعت الاتحاد يبقى 4 سنين على بعض. مفيش حاجه اسمها تمويل لمده كام شهر او لمده موسم او لمده معينه او لبطوله واحده معينه. اللي حصل برضو في الفتره اللي فاتت في بعض البطولات، مثلا تلاقي مثلا بعثه بطوله العالم في شركه ولا بنك معين
هو الراعي بتاع منتخب مصر في البطوله دي. فتلاقيهم رايحين لابسين اللبس والتريننج سوت عليه الراعي ده في سفريه، يعني هو راعي المنتخب لمده اسبوع في ب 300,000 جنيه مثلا. انت مش محتاج تقعد تاخد 200,000 جنيه و300,000 جنيه و400,000 جنيه في سفريه، وبعدين تيجي لك السفريه اللي بعدها تقعد تكلم الرعاة تاني وتقول لهم انا عندي سفريه ومحتاج فلوس ومش لاقي فلوس وهكذا. السكواش في مصر دي اجمد لعبه في البلد كلها طبعا. والسكواش دلوقتي عندك اكبر فرصه انك تجيب اكتر ميداليات اولمبيه في الفتره الجايه. فبالنسبه للرعاة انت دلوقتي اسمه هيرتبط باقوى لعبه في مصر، واسمه هيرتبط باللعبه اللي ان شاء الله ممكن تجيب ميداليات اولمبيه. فما ينفعش نمشي قطاعي حته حته. لازم الراعي بتاع المنتخب او بتاع الاتحاد ده يبقى راعي لمده 4 سنين، الدوره الكامله بتاعه الاتحاد والدوره الكامله لغايه دوره الالعاب الاولمبيه. هو وم... لازم يبقى مشروع، يعني يبقى طبعا داخل معاك شريك طبعا استراتيجي، مش طبعا مجرد ان هو طبعا. راعي. دي ايوه. بلان، احنا مش عندنا 4 سنين بتارجتس مش معينه، طبعا ببنفس معينه، بالرقم الفلاني. طبعا مش يعني ده مش مجرد قرشين قدام ستيكر على على التيشيرت، لا خالص. راعي الاسكواش المصري في طبعا. الفتره دي وفي بنفس كتيره اه قوي تقدر تديها كتير جدا يعني. جدا جدا. وكمان ما يتعملش بطريقه ان الاتحاد او ببيرسونال كونتاكتس او بحاجات شخصيه، ده يكلم ده يعرفه وده يكلم ده يعرفه وده يكلم حد في بنك وده يكلم حد في شركه وبندور على كده. لا، الاتحاد يعمل ملف محترم لرعايه الاتحاد ورعايه الاسكواش المصري لمده 4 سنين. والملف ده يبقى عليه مزايده، مش انت اللي تجري ورا الناس. الملف ده يبقى فيه البنفيتس والمزايا اللي انت بتاخدها لرعايه الاسكواش المصري، والناس تزايد. زي ما دلوقتي مثلا زي دايما بنقول مثلا من الامثله في مصر ان النادي الاهلي مثلا عنده رعاة اقوى رعايه اكتر بكتير قوي من اي نادي طبعا تاني. ما هو النادي الاهلي مش هو اللي بيجري ورا ورا الشركات وورا بيجي له الرعاة. كذا عرض. ده النادي الاهلي بيقول انا في لمده السنتين الجايين عارض التيشيرت بتاعت فريق الكوره عليها مكان ل4 رعاة، المكان الاساسي يسوى كذا مليون والمكان التاني اللي على الكتف يسوى كذا مليون، وفي زي بيدنج على كراسه بتاع. شروط ايوه بتتعمل بالظبط للرعاة، والرعاة ومناقصه. هم اللي يقدموا وهم اللي طبعا. يجروا ورا النادي وهم اللي يزايدوا. ساعات ده النادي بياخد فلوس اكتر من اللي هو كان عايزها. ايوه بالظبط. فانت دلوقتي انت السكواش في مصر يسمح لك انك تعمل كده، مش ان انت تتكلم حد في التليفون تقول له والنبي عندنا سفريه بعد شهر ومعناش فلوس نطلعها، هات كام الف جنيه وهنحط لك اللوجو. مفيش حاجه اسمها كده. وده كمان احد من الحاجات اللي اتكلمنا فيها من بدري شويه على موضوع ان ما عندناش دوري مثلا منتظم. مسابقه الدوري دي مسابقه ملك الاتحاد، مش يعني حتى البطولات بتاعت الأندية دي بتبقى بطولة النادي فبتخضع لرعاية الراعي بتاع النادي. إنما مسابقة الدوري دي مسابقة ملك الاتحاد 100%، دي بتاعت الاتحاد. فأنت لو عندك مسابقة دوري محترمة ومنتظمة ده هيبقى أجمد دوري سكواش في العالم، لأن أنت عندك أقوى لعيبة في العالم. طبعا. فأنت تقدر، ده جزء من رعاية الاتحاد، إن أنت يبقى عندك راعي محترم للدوري بتاعك، تقدر تحط بقى اعلاناته في الماتشات وتقدر تعلن عنه في حاجات كتيره ودي قوي تذاع الماتشات كلها. بالظبط، الماتشات تبقى بتتذاع لايف في قنوات مختلفه في على يعني قنوات تبقى على كويسه. حاجات على حتى على السوشيال ميديا، حاجه تقدر تقدم حاجات كتيره قوي للرعاة. بس انت كمان لازم تشتغل وتعمل تنظم مسابقاتك كويس وتنظم الدنيا كويس عشان الراعي ده يجي لك طبعا يبقى قبل في ما تروح. كريديبيليتي. ما انت ما ينفعش بالظبط تبقى شغال مع راعي وكل شويه تقول له لا البطوله دي ميعادها اتاجل، البطوله بالظبط دي ميعادها مكانها بالظبط اتغير. ده بالظبط. بيقلل الكريديبيليتي وهو اللي ما عنده بينك وما بينه. سكيدول بيبقى عايز يبقى طبعا. عارف نازل له ايه امتى. طبعا. ففي تنظيم كويس لازم يتعمل. بس فكرة الرعاية لازم تتعمل بملف رعاية محترم لمدة 4 سنين، وتبقى انت كمان في الاتحاد مأمن نفسك من الناحية المادية. لان ده بقى هوصل منه للجزء التاني بتاع السؤال بتاع تنظيم العمل وتنظيم الشغل في الاتحاد، لانه مرتبط، جزء من ارتباطه مرتبط بارتباطات ماديه. ما في برضه من المشاكل في الاتحاد في الفتره اللي فاتت، الاتحاد بقاله سنين ما فيهوش مدير تنفيذي. الاتحاد لازم يبقى فيه مدير تنفيذي.
انت ممكن يبقى ما عندكش مدير تنفيذي لظروف، مفيش مدير للاتحاد. مفيش مدير للاتحاد. في المدير التنفيذي كان الحاج سيد القماش الله الله يرحمه. يرحمه. لما توفى تاني يوم الاتحاد طلع قرار ان هيبقى فيه قائم باعمال المدير التنفيذي. المفروض الموضوع ده يبقى قائم بالاعمال لغايه ما انت تطلع اعلان ان انت عايز مدير تنفيذي وتقابل الناس وتعين واحد في خلال شهر، في خلال شهرين. ما حصلش. الموضوع ده بقاله سنين، ما بقالوش شهور. مم. الاتحاد ما فيهوش مدير فني برضه بقاله انت سنين. قلت جبت سيره الحاج سيد، يعني ده آه. كان الراجل كان بيعمل شغل جامد كان جدا. بيعمل مجهود جبار. فانت ان هو طبعاً. يبقى مش موجود ومفيش حد مكانه، دي اكيد في دروب بيحصل. طبعا. ونفس الحكايه ما فيش مدير فني، ما فيش حد مشرف على منتخبات، ما فيش حد باصص برؤيه متكامله. في بس احنا عندنا بطوله سفريه لبطوله العالم فبنجيب مدير فني للفرقه اللي في بطوله العالم. برضو نفس فكره السبونسر، انا بجيب سبونسر للاسبوع ده يعني وبجيب مدير فني للاسبوع ده. مم. فبرضه هو بيبقى اصلا بيشتغل في نادي ولا عنده شغل تاني، انا بجيبه وبقول له خد اجازه اسبوع وتعالى سافر معايا وارجع وخلاص، وبعمل معاه عقد مثلا شهر بيمرن الفريق قبل البطوله باسبوعين ويسافر معاهم اسبوع 10 ايام ويرجع وخلاص. فالشغل القطاعي ده طبعا يعني ده مش مأمنة. احنا اجمد بلد في العالم، فجزء من تنظيم لا الشغل وهيبقى مضر على اللونج ران. طبعا. انت يبقى طبعا عندك مفيش لا، وبيعمل استراتيجيه مشاكل واضحه كتير في جدا. التدريب، بالظبط. مفيش حد متابع اللعيبه، بالظبط. مفيش حد عنده رؤيه اللعيبه دي كانت فين ورايحه فين. بالظبط. ده اكيد على المستوى البعيد هيوقع من بالظبط. مستوى طبعا. اللعبه طبعا. في حد ذاتها. باين ومشاكله باينه جدا. فمن الحاجات اللي لازم تحصل، لازم الاتحاد يبقى فيه مدير تنفيذي، لازم يبقى فيه مدير فني. الاتحاد برضو ما فيهوش لجان كفايه. في لجنه مسابقات وشغاله بعدد قليل جدا، تقريبا هو شخص واحد هو اللي بيعمل كل حاجه. لجنه حكام برضو هو رئيس لجنه حكام وتحتيه ناس بتشتغل، بس غير كده الاتحاد فيه لجان كتير جدا ناقصه. ما فيش لجنه تنميه موارد. الاتحاد محتاج لجنه حكماء. احنا عندنا دلوقتي في مصر عشان الاسكواش لعبه قديمه وبتاع، عندنا خبراء محترمين طبعاً. جدا. من رؤساء اتحاد سابقين، ناس زي محمد المنشاوي، زي حسام ناصر، الرؤساء السابقين. من مديرين فنيين وناس ليهم تقل سابقين، ناس زي امير وجيه، زي اشرف حنفي، زي وكلهم أحمد لسه المطعاني. مرتبطين بالسكواش وبيحبوا وموجودين. انت محتاج ناس كده، لجنه حكماء، لجنه استشاريه للاتحاد. دول ناس مفيده جدا وعندهم خبره تقيله في كل الملفات. يعني انا نازل ان انا مرشح نفسي ابقى رئيس الاتحاد. انا لغايه دلوقتي بتكلم مع الناس دي كلها لما بحتاج نصيحه معينه. بتكلم معاهم، رايكم ايه في كذا، رايكم ايه في كذا. في ناس عندهم خبره، مثلا محمد المنشاوي اشتغل نائب رئيس الاتحاد الدولي لسنين طويله. فلما بكون عايز اتناقش في موضوع له علاقه بعدد اللعيبه والفوتنج بتاع الاتحاد الدولي والترشيح ازاي، باخد رايه في الموضوع. وهكذا حسام ناصر باخد رايه في حاجات كتيره جدا. الناس دي كلها، امير وجيه كان مدربي وكان مدير فني عليا. الناس دي كلها باخد رايها في كل حاجات. فالاتحاد محتاج، يعني محتاج لجنه هندسيه مثلا. انت عايز تتجه شويه الى الشغل المؤسسي، ان هو طبعا. تبقى مؤسسه فيها لجان، فيها طبعا. ملفات، كل واحد مسؤول عن اللجان بتاعته. بالزبط. على الملف بتاعه ويشتغل ويتحاسب بالنظام الاداره الحديث. يعني ان هو ما يبقاش الموضوع وان مان شو. بالظبط. احنا ما عندناش لجنه فنيه. انا شخصيا كنت عضو في اللجنه الفنيه للاتحاد، انا وكابتن اشرف حنفي وكابتن هشام العطار. كنا 3 يعني من اكتر الناس اللي بتفهم في الاسكواش في مصر. دي كانت اللجنه الفنيه للاتحاد من 15 سنه. بعد سنه سنتين خلاص جيت حاجه دي، مفيش لجنه فنيه من ساعتها. مفيش. اللجنه الفنيه دي دورها مهم جدا، مثلا في ملف زي اختيار المدربين والمديرين الفنيين للمنتخبات، عشان ما تبقاش كمان كل القرارات هم اعضاء مجلس الاداره اللي لازم يبقوا داخلين في كل حاجه. بالعكس، ده حتى بيشيل شويه الحرج عن اعضاء مجلس الاداره، وعن اصل ده جايب واحد من النادي بتاعه، اصل ده جايب واحد. لا، وعضو مجلس الاداره مش شرط يكون هو فاهم فنيا اكتر من واحد. فانت لازم اللجنه الفنيه بتديك رايها في الحاجات الفنيه. لا، بقول محتاجين لجنه هندسيه. الناس بتشتكي وفي شكاوي فعلا حقيقيه من مثلا من سوء حاله الملاعب في اللي بيتلعب عليها بطولات في حتت كتيره، سواء انديه او بطولات مناطق.
محتاج لجنه هندسيه بسيطه جدا، هي مش هتشتغل في حاجه، بس محتاجه تعاين الملاعب وتديك راي واضح وصريح الملاعب دي صالحه ان يتلعب عليها ماتشات وبطولات او ماتشات دوري ولا لا. اللجان، لجنه تسويق ما هي قلت لجنه تنميه موارد او لجنه تنميه تسويق، الموارد هي اللي تعمل الملف لجنه بتاع شكاوى الرعايه، بدل ما الناس لجنه بتشتكي تظلمات، لجنه شكاوى. انت ممكن تبقى عندك لجنه حتى لاولياء الامور، انت بس ممكن يبقى عندك حد ريبريزنتيف من طب اولياء الامور بيدي راي جزء كبير من ده في بعض المجتمع. الاتحادات لجنه بيخلوا مدربين، لجنه للاعبين، يبقى لجنه شؤون اللعيبه لاعبين، تنتخب لعيب لعيب يبقى ممثل ليهم، بالظبط لجنه تحصل. مدربين. انت كل اطراف المنظومه غير ممثله في اي حاجه، مم. فعشان كده بيتخانقوا على السوشيال ميديا، لان هو ما حدش مالهمش سامعه. صوت، صح. ما حدش سامعه. انت صح. محتاج اعمل لجنه مدربين، واللجان دي كمان في لجان ممكن تبقى بالتعيين، وفي لجان كمان ممكن تبقى زي ما قلت بالانتخاب. المدربين اللي بالظبط. متسجلين في الاتحاد ممكن يعملوا انتخابات داخليه، ويبقى عندك لجنه للمدربين توصل صوت المدربين، تعمل حاجات مميزات ادي مميزات، واعمل تامينات، واعمل حاجات للمدربين. وهكذا اللعيبه كمان نعمل حاجات فيها خدمات للعيبه، وفيها برضو تامين على اللعيبه، وفيها حاجات كده. كل ده في كميه حاجات تتعمل ان انت فعلا عايز تنقل الاتحاد من ان كام شخص بيديروه، لانه هو فعلا يبقى مؤسسه، ومؤسسه عندها كمان ميزانيه محترمه تعرف تصرف بيها. ما هو انت كمان مش فكره هجيب مدير تنفيذي وخلاص، لا، انت لازم يبقى عندك بادجت محترم انك تجيب مدير تنفيذي بسي في محترم، كاليبر وحد كويس. كاليبر كويس جدا، وحد شاطر في شغله، فلازم تعرض عليه مبلغ كويس. طبعا فملفات كله كتيرة مرتبط قوي، ببعضه، كله مرتبط ببعضه، 100%. بس كله مهم. ينفع يتعمل. كله مهم. المهم بس يبقى الواحد منظم في تفكيره، ويبقى عنده كده أولوياته متنظمة، وفعلا جاي يخدم اللعبة، وفعلا عنده رؤية للعبة دي مفروض تروح فين، ومفروض تدار بأني طريقة. طيب يعني أنا يعني ختاما بقى في النهاية كده، عايزك توجه كلمة كده سريعة لمجتمع السكواش، تحب تقول لهم ايه؟ هوجه كلمتين. مجتمع الاسكواش هشكرهم شكر فظيع على راسي من فوق، بصرف النظر عن اي نتيجة انتخابات ولا اي حاجة. انا بقول للناس يعني انا كسبت الانتخابات خلاص، من عشان دي الانتخابات الحقيقية. هو انت كسبت الانتخابات الحقيقية هو لو يعني حاجة بتشرف بيها، وهفضل طول عمري يعني شايلها فوق دماغي من حاجة حلوة الدعم بصراحة. والكلام الكويس اللي الناس بتقوله. طبعا. والحاجة الأهم إن دي كلام ناس ملهاش مصالح معايا، دي كلام ناس بيقولوه من قلبهم، وبيقولوه هم ده اللي هم شايفينه، سواء من اللي بيشوفوه قبل كده أو الخبرة اللي خدوها شافوها معايا قبل كده في حاجات مختلفة. فدي حاجة بتشرفني، ودي أكتر حاجة. يعني أنا لو حد سألني إيه أكتر حاجة إيجابية حصلت في الانتخابات دي، هقول لهم اللي أنا شفته من الدعم ومن كلام الناس الكويس اللي اتقال عليا. فده من ناحية مجتمع السكواش. من ناحية الأندية بقى ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية اللي هتختار المجلس الجاي يوم الحد الجاي، ما بقول لهمش انتخبوني، بقول لهم انتخبوا اللي انتوا شايفينه أحسن لقيادة السكواش المصري في الفترة الجاية. بصوا على مصلحة السكواش المصري. طبعا ده مش معناها ان يبقى فيه، انا دايما بقول مفيش تعارض بين مصلحة النادي ومصلحة السكواش في مصر. طبعا. يعني في حد يقول لك ده بيشوف مصلحته، مصلحة النادي بتاعته. ما هو لو المنظومة كلها اتظبطت مصلحة النادي برضه هتيجي، لان انت ما هو انت اللي بيتكلم على مصلحة النادي ده انا بحس انه بيبص تحت رجليه. طبعا لان دي مسؤولية وهتفرق مع المجتمع كله. بالزبط. وهتفرق مع مصر يعني بالظبط. وما فيهاش تعارض. مش معنى ان انت بتقول انا عايز مصلحة السكواش المصري ان انت هتيجي على النادي خالص، بالعكس، مصلحة النادي هي مصلحة السكواش المصري في كل حاجة. 100%. فبقول لهم يشوفوا ويدرسوا كويس، ويسمعوا الناس، ويشوفوا افكارهم، ويشوفوا تاريخهم، ويشوفوا مين الاقدر بقيادة السكواش في الفترة الجاية، ومش بس في الرئاسة وفي العضوية، ويبنوا اختيارهم ويبنوا قراراتهم بناء على كده. مش بقول لهم انتخبوا عمر البرولوسي، بقول لهم انتخبوا اللي انتوا شايفينه فعلا جدير بالقيادة وجدير بان هو يبقى مسؤول عن السكواش المصري في الفترة الجاية. انا من هنا برضو بوجه نفس الرسالة دي للأندية اللي بتمثل الجمعية العمومية،
الانتخابات السكواش دي مهمة جدا ومسؤولية كبيرة على كل الأندية. يا ريت إنه يبقى فعلا المقياس بالنسبة لهم في مين الأحسن ومين الأفضل، عشان الفترة اللي جاية دي فترة مهمة جدا. فيا ريت كل الأندية تعمل اللي أنت بتقوله ده. وحاجة تانية برضو عايز أقولها، إن دي تاني حلقة نصورها مع بعض، وإن في حلقة قبل كده كنا اتكلمنا برضو فيها في مواضيع كتيرة. فأنا حابب الناس اللي هتشوف الحلقة دي ترجع تشوف الحلقة التانية كمان، لأن كان فيها مواضيع أكتر من كده اتكلمنا فيها في حاجات تانية. اللي عايز ياخد فكرة شاملة بقى عن يعني كل حاجة ليها علاقة بيك و... وأنا بشكرك جدا طبعا، يعني كانت حلقة مميزة كالعادة. ونتمنى نتقابل للمرة الثالثة برضو إن شاء الله، بعد ما تبقى ربنا وفقك وتبقى في مكان يعني تمثل بيها، تقود فيها الاسكواش المصري، وتوصلنا للنتائج والإنجازات اللي كلنا نفسنا إننا نحققها الفترة اللي جاية، وإن شاء الله هنحققها. ان شاء الله. بشكرك جدا جدا، ودايما يعني بستمتع بالكلام أنا والله معاك. اللي بستمتع جدا، ويعني بتعلم يعني وبستفيد يعني. شرف كبير ليا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقني ويوفق الناس ان هم يعملوا القرارات المظبوطة، وان احنا ان شاء الله نقدر في الفترة الجاية نعمل احسن حاجة ممكنة للسكوتش المصري. إن شاء الله. متشكرين. ألف شكر.